ايه ده؟ هي الحارة اتغيرت كده ليه؟ وانا بقالي كتير غايب في السجن ولا ايه؟ لازم أنا ارجع اسيطر في الحارة دي وكل واحد يعرف تمامه. رجع لكم تاني المعلم جزرة يا حارة. من بكرة هتناموا من المغرب. الحق يا معلم سيد، شوف مين جاي في اول الشارع. المعلم جزرة طلع من السجن. ايه ده هو فعلا، يا رب استرها يا رب. السلام عليكم يا معلمين، عاملين ايه؟ طبعا انتوا وحشتوني بس انا ما وحشتكوش. انا عارف. مرحبا برجوعا ليا في الحارة. مالك يالا مكشر ليه من ساعة ما شفتني؟ اجري يلا هات لي حاجة اشربها. وانا اقدر اكشر يا معلم جزرة؟ ده انا مفيش، بس انا تعبان شوية. لا الف سلام عليك يا اخويا، اجري يلا هات لي حاجة اشربها لغاية ما اسلم على المعلمين واعرف ايه اخبار الحارة، عشان غايب بقالي كتير انا عارف. يا معلم جزرة انت وحشت الناس كلها يا معلم جزرة، ما تقولش كده. بس انت ما طولتش يعني. تقول لي ما طولتش 10 سنين غايب عن الحارة وتقول لي ما طولتش؟ قوم يا معلم كلمني وانا واقف بكلمك، ما تقعدش وانا بكلمك. كذا عيب اللي انت بتزعلي في قلب الحارة ده، انا معلم برضو وليا سمعتي. انا اقوم اقف اكلمك من غير ما تزعق؟ معلش بقى يا معلم خليها عليك. بقول لك ايه يا معلم، من الاخر كده انا راجع اثبت سيطرتي تاني من الاول وجديد في الحارة. فاي معلم في الحارة يركن على جنب عشان جزرة خلاص رجع لمكانه الاساسي. فاهمين ولا مش فاهمين؟ فاهمين يا جزرة؟ حاضر يا جزرة. ويلا عاد اجري هات لي المشروب، يا قاعد واقف قدامي بتعمل ايه؟ اخلص يا. وانت يا حاج ولا جيت سلمت عليا ولا قلت لي عامل ايه وقاعد وساكت؟ وانت ايه اخرس ما بتتكلمش؟ يا ابني يا جزرة، ده انا بستغرب بس اللي انت بعد 10 سنين راجع بصحتك برضه ولسه فيك النفس تزعق. انت هتنبر عليا ولا ايه يا حاج؟ في ايه يا حاج؟ الحمد لله لسه بصحتي وطالع اقوى من الاول كمان. يا سرور يا سرور، ازمكس مالك في ايه؟ الحارة كلها بتقول ان المعلم جزرة طلع من السجن وخرب الدنيا وراح للمعلم سيد وبيقول له انا هرجع اسيطر تاني على الحارة. يا نهار اسود على الاخبار اللي انت بتجيبها. طب وايه العمل ده؟ جزرة كده هيخرب الحارة؟ ما اكيد يا زميكس هيخرب الحارة، ده جزرة طالع المرة دي وناوي على الشر. لا احنا لازم نقف له المرة دي. لازم المرة دي ما نخليش جزرة يتحكم فينا وفي اهل الحارة. لازم كلنا نحط ايدينا في ايدين بعض. يعني هنعمل ايه يا زميلي يعني؟ ما دي اللي احنا لازم نفكر فيها. احنا لازم نروح للمعلم سيد ونشوف اهل الحارة. لازم نحط على جزرة قبل ما يحط علينا. يلا بينا يا زوميليكس. السلام عليكم يا معلم سيد. وعليكم السلام يا سرور يا ابني، عاملين ايه؟ عامل ايه يا حموكشة؟ الحمد لله يا معلم سيد. الحمد لله يا معلم سيد، احنا سمعنا خبر غريب كده يا معلم سيد وقلنا نيجي نتأكد منك عشان الخبر ده لو صحيح يبقى ربنا يستر على الحارة اليومين الجايين. هو جزرة طلع فعلا من السجن؟ ايوه يا سرور يا ابني، طلع ونوى على الشر، ده ناوي اهل الحاره كلهم يا سرور. ومين قال لك يا معلم اللي احنا هنسكت؟ احنا لازم نشوف حل في جزره ده. هو مين ده اللي بيتكلم وبيقول لازم نشوف حل في جزره ده؟ مين انت؟ يا نهار اسود يا سنيكس، ده جزره جه. ربنا يسترها. الحق يا معلم سيد، ده المعلم جزرة جه. يعني انت جبت التايه يا ابن الفلحه، ما احنا سامعين صوته. مين فيكم يا دي انت وهو جايب سيرتي يا؟ لا 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 يا معلم، مفيش حد جايب سيرتك خالص، اجري يا زوميليكس. هما مين دول يا معلم سيد العيال اللي كانت جايبه سيرتي دي؟ لا يا معلم جزرة، ده عيال كده صغيره من المنطقه. الواد اللي اسمه سرور والواد اللي اسمه حموكشه. سرور مين وحموكشه مين؟ هي الحكايه ناقصه نايتي؟ تعرفوا مين ده اللي اسمك 50؟ انت تعرف بيوتهم ولا تعرف العيال دي مين؟ حق الزهر هيجي لغاية عندي. انا كده كده بكره سرور وبكره حموكش على اللي كانوا بيعملوه فيا وانا صغير. يا معلم جزرة اعرفهم، عيلين كده صغيرين في المنطقة، انا ممكن اوصلك ليهم. الله يخرب بيتك يا 50، اخر يوم ليك معايا النهارده في القهوه. جدع يا. تعالى بقى وريني مكانهم فين. عندك مانع يا معلم سيد؟ لا يا معلم جزر، وانا عندي مانع اللي انت تؤمر بيه. 50 روح مع المعلم جزر وما اشوفش وشك تاني. وبعدين يا زوميليكس الحوار كده كبر، جزر زمانه بيدور علينا في الحاره كلها ومش هيسيبنا في حالنا. مش عارف يا زوميليكس، الموضوع الظاهر كبر والموضوع كده بقى ما بيننا احنا وبين جزرة.
بس احنا لازم نقعد ونفكر. يلا نروح القعدة بتاعتنا ونفكر هناك، هنشوف هنعمل ايه. يلا يا زوميليكس. ادينا جينا يا زوميليكس، مش ناوي تقول لي هنعمل ايه؟ مش عارف يا زميلي، الدماغ لسه ما اشتغلتش. بس احنا لازم ما نتحركش من هنا، عشان احنا لو اتحركنا من هنا ورحنا الحارة جزرة مش هيسيبنا في حالنا لغاية ما نفكر ونشوف هنعمل ايه. السلام عليكم يا ولية، عاملين ايه؟ الحمد لله. انت عامل ايه؟ انت مالك زعلان ليه وما جبتش طلبات العيال ليه بتاع البيت؟ سيبيني يا ولية في اللي انا فيه. اللي انا فيه النهارده محدش فيه. جزرة طلع من السجن النهارده وحالف لاهل الحارة كلهم. بتقول ايه يا معلم؟ جزرة طلع من السجن؟ يا نهار اسود، ربنا يستر على اهل الحارة ويستر على الحارة. لا، والمشكلة الكبيرة بقى للواد حموكشة وسرور، كانوا جايين بيتكلموا عليه وهو كان جاي من اول الشارع في الحارة وسمعهم، وهم جروا منه وهو بيدور عليهم، وانا خايف عليهم قوي. العيال دي برضو صغيرة وهو شراني. ايوه يا معلم، يوم مسكهم فعلا هيخليهم زي السلطة، ربنا يسترها عليهم. واللي رشد عليهم الواد 50 اللي شغال معاه في القهوة، ما انت عارفاه، عيل ما عندوش انتماء لأي حد خالص. الواد بقى العيال في منت وقال له تعالى اوريك مكانهم، ربنا يسترها عليهم وما يعرفوش مكانهم. اجيب العواقب سليمة يا رب. تعالى يا معلم جزرة، تعالى هنلاقيهم في السطح ده ان شاء الله. انت قد تالت سطح تطلعنا عليه يا دي وتقول لي هنلاقيهم فوق السطح ده يا ايه؟ يا فين العيال يا عارف؟ يا المرة دي يا ما لقيناهمش هعمل فيك ايه؟ لا 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 يا معلم جزرة، يا ما لهمش فوق السطح ده يبقى هم قاعدين في الغرزة اللي بيقعدوا فيها القعدة بتاعتهم. يعني يا اخويا هنلاقيهم فين بالظبط؟ اخلص عشان انت ضيعت وقت كتير معايا، يا شيلك ارميك من السطح ده. يا معلم جزرة اصبر عليا، والله يخليك تمسكهم بإيدك. اصبر عليا، احنا ما لهمش في السطح ده يبقى هنلاقيهم في القعدة اللي هم بيقعدوا فيها. ماشي يا اخويا، خليني وراك لغاية ما اجيب اخري معاك خالص. يوم في الاخر طلعت بتكدب عليا، انت عارف انا هعمل فيك ايه؟ عارف والله يا معلم عارف. مش هخليك 50، هخليك ربع 50. لازم نفكر في اي فكرة يا زميكس، عشان ما نفضلش قاعدين هنا والمعلم جزرة يزعل اهل الحارة. ما هي ده اللي انا بفكر فيه دلوقتي، سيبنا افكر بقى. اهم يا معلم جزرة قاعدين هناك اهم. فين يا دي انت يا؟ هناك اهم يا معلم جزرة عند الشجرتين اللي هناك دول اهم. ايوه شفتهم، سيبهم لي بقى. ايه ده؟ الحق يا زوميليكس، شوف مين جايب جزرة وجاي 50. 50؟ اجري يا زوميليكس، إيه اللي حصلني كسرني. اجري وراهم يا معلم جزرة. وربنا ما هسيبهم. وبعدين يا زوميليكس كل شوية نهرب كده، جزرة ده مش هيسيبنا في حالنا، وعرف كل الأماكن اللي احنا بنقعد فيها. طول ما معاه الواد اللي اسمه 50 مش هنعرف نستخبى في حتة من جزرة ده. أنا مش عارف يا زوميليكس، جزرة ده جالنا منين؟ و50، انت تصدق اللي 50 يرشد علينا ويبقى شغال مع جزرة؟ زوميليكس يتوقع أي حاجة من الواد ده. الواد ده أنا ما كنتش بستريح له. ويا ترى بقى المعلم سيد عارف اللي 50 ماشي مع المعلم جزرة وبيدور علينا وهو اللي بيقوله على الأماكن اللي احنا فيها؟ لا يا زوميليكس، المعلم سيد ما يرضاش باللي بيعمله 50 ده، عشان كده لازم نروح للمعلم سيد. احنا قبل ما نروح للمعلم سيد نبص من أول الشارع نشوف جزرة ده هناك ولا مش هناك. يا رب جيب العواقب سليمة يا رب، ما يكونش جزرة هناك. اهو يا زوميليكس المعلم سيد قاعد هناك اهو، مفيش حد معاه. راقب لي انت الجو هنا واستناني هنا لغايه ما اروح اتكلم معاه، ولو في اي حركه كده ولا كده صفلي. حاضر يا زميلي. السلام عليكم يا معلم سيد. ايه يا سرور يا ابني، عامل ايه؟ ده جزر قلب عليكم الدنيا انت وحموكشه. ينفع معلم سيد اللي 50 ده بيعمله ماشي مع المعلم جزرة ويقول له على الاماكن اللي احنا قاعدين فيها؟ ينفع كده؟ هو احنا مش خايفين على الحاره وعاوزين نقف لجزرة ده عشان اهل الحاره كلهم منهم 50 برضو؟ عارف يا ابني اللي انت عندك حق، 50 ده عيل ندل يبيع ابوه. ما بعدين يا ابني هتعملوا ايه؟ جزرة ده شراني قوي. انا جاي ليك يا معلم عشان نشوف هنعمل ايه. ما ينفعش انا وحموكشة اللي نقف لجزرة، لازم اهل الحارة كلهم يقفوا معانا، ومفيش الا انت اللي تساعدنا في الحوار ده. طب مش هينفع الكلام هنا يا ابني، حصلوني على البيت عندي. كده كده جزرة ولا 50 مش هيتوقعوا ان انتوا تكونوا مستخبين عندي في البيت. وروحوا قولوا للمدام اللي انا جاي وراكم بأمارة الطماطم والخيار اللي هي عاوزاه من السوق،
وخليها تقعدكم في الصالة لغاية ما انا اجي. حاضر يا معلم سيد، هنروح حاضر ونقول لها بأمارة الخيار والطماطم. بسرعة يا ابني، يا جزر يجي على غفلة. حموكشة، يلا يا حموكشة، يلا تعالى بسرعة. ازيك يا معلم سيد؟ ازيك يا حموكشة؟ روح يلا مع سرور واستنوني، وسرور عارف انتوا هتستنوني فين. هو انت متأكد يا زفت انت اللي اسمك 50 اللي العيال دي ملهاش مطوة الا الحتة دي؟ ايوه والله يا معلم جزرة، العيال دي بس تلاقيها بتاخد لفة كده وهترجع هنا، هيقولوا اللي احنا مشينا وهيلفوا يلفوا ويرجعوا هنا، هما مالهمش الا الحتة دي. ادينا قاعدين يا اخويا، قوم يلا شوف لي حاجة اشربها، خد لك لفة هنا ولا هنا وهات لي حاجة اشربها، ويا ريت يكون معاها غدا كمان عشان انا جعان قوي. طب انا اجيب لك الحاجات دي منين اللي انت بتقول عليها يا معلم جزرة؟ وبعدين انا ما معيش فلوس. وانا مالي يالا، قوم يلا يا خلي ليلتك طينة، قوم يلا خفز من قدامي، روح هات لي اكل وهات لي حاجة اشربها. حاضر حاضر يا معلم جزر، حاضر، انا الاتنين. يا اللي اسمك سرور انت وحموكشة، وربنا امسككم بس في ايدي، يا خليكم شوية سلطة. شوفي مين يا بنت اللي بيخبط على الباب. ده حموكشة وسرور يا ماما. طب خلوهم يتفضلوا يا بت. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام يا ولاد، ايه اللي انا سمعته ده؟ اكيد المعلم سيد حكالك عن المعلم جزرة بيلف علينا ومش عاوز يسيبنا في حالنا، والسبب معاه كمان 50 اللي شغال عند المعلم سيد، هو اللي عمال يقوله على الاماكن اللي احنا مستخبيين فيها. فالمعلم بعتنا هنا المعلم سيد عشان نشوف حل، عشان جزرة لو ثبت وضعه في الحارة الناس كلها هتترزى منه ومش هتعرف تعيش في الحارة، والحارة هتبقى تبوخ. فالمعلم سيد قال لنا تعالوا هنا عشان نتفق بأمارة الخيار والطماطم اللي انتوا قايله له هاتها من السوق. طب تعالوا اقعدوا يا ولاد، البيت بيتكم. يا معلم جزرة، يا معلم جزرة. ايه يا زفت اللي اسمك 50؟ وانا بجيب لك الاكل، في واحد صاحبي قابلني وقال لي شاف حموكشة وشاف سرور طالعين بيت المعلم سيد، فقلت اجي اقول لك بسرعة. انت بتقول ايه؟ ده وقعتهم سودا هما والمعلم سيد. حط الاكل هنا ويلا بينا. منورين يا ولاد. بنورك يا معلم سيد. وبعدين يا معلم سيد عاوزين نتفق اتفاق نخلص بيه من جزرة، او النبي يا معلم، عشان جزرة ده شكله شراني ومش هيخلي اهل الحارة يشوفوا يوم حلو الايام الجاية. ما احنا عاوزين نعمل خطة نخلص بيها من جزرة ده ومفيش حد فينا يتصاب. والنبي يا معلم، انت ما شفتش دراعاته عاملة ازاي؟ ده قد الواحد مرتين 3. عشان كده لازم يكون معانا سلاح. جزرة ده مش هيتهد ولا هنعرف نتمكن فيه الا لما يكون معانا سلاح يا ولاد. سلاح سلاح سلاح. طب وهجيب السلاح ده منين يا معلم؟ ما فيش الا المعلم راوي بتاع بطن الجبل، هو ده الوحيد اللي عنده سلاح. انا هبعتكم ليه تجيبوا منه السلاح. وفين بطن الجبل دي يا معلم؟ حته اسمها المنشيه، اسالوا على بطن الجبل واسالوا على المعلم راوي، معروف زي الجنيه الدهب، وقولوا له ان انتوا جايين تبع المعلم سيد ومزنوقين في حتتين سلاح. شوفي مين يا بنت اللي بيرن الجرس. ده واحد بيقول اسمه المعلم جزرة يا ماما. جزرة؟ جزرة يا معلم. اجروا يا ولاد اهربوا من الباب الوراني وما تنسوش اللي انا قلت لكم عليه. السلام عليكم يا معلم سيد، معلش على الزيارة المفاجأة دي. نعم يا جزرة، عاوز ايه يا جزرة؟ هي حصلت تيجي بيتي يا جزرة؟ وده اكرام الضيف عندك ولا ايه يا معلم سيد؟ ده انا ببيتك حتى. عامل ايه يا معلم سيد؟ ايه الاخبار؟ اسكت يا دي انت اللي اسمك 50، وانت ايه اللي دخلك البيت وراح جايب لي جزرة على البيت؟ اجري امشي من قدامي، اجري. امشي يا معلم جزرة ولا افضل قاعد؟ لا كده ازعل منك يا معلم سيد، ده جاي معايا يعني من مقامه من مقامي. ايه يا معلم جزرة؟ خلاص طلعت عن توعى 50. ماشي يا 50، بعدين احنا مش هنعوق كتير. فين الواد اللي اسمه حموكشة والواد اللي اسمه سرور دول؟ انا سمعت اللي هم عندك هنا. سرور مين وحموكشة مين؟ مفيش حد عندي. بص اهو لقيت حد في البيت. الظاهر اللي قال لي المعلومة دي حطيني في موقف محرج معاك، وانا ما بحبش اتحط في موقف محرجة، بس حسابي معاك كويس. على عموما شكرا على كرم الضيافة يا معلم، ومعلش على الزيارة المفاجأة دي. يلا ادي اللي اسمك 50 الجر امشي قدامي، حسابي معاك بعدين. بعدين يا زوميليكس هنروح بطن الجبل دي ازاي ولا المنشية دي ازاي؟ يا زميلي اللي يسأل ما يتوش، اكيد هنعرف نوصل. يلا بينا عشان نلحق
نجيب السلاح ونرجع لجزرة نعلمه الأدب. امشي يا اخويا قدامي، قال اسمك 50 قال حركتنا مع اللي اسمه المعلم سيد ده، وانت لسه شفت حاجة؟ امشي يا اخويا. يا ترى يا معلم سيد حموكشة وسرور هيوصلوا للمعلم مراوي بتاع بطن الجبل ويجيبوا منه السلاح؟ هيوصلوا له ان شاء الله. الواد سرور والواد حموكشة دماغهم حلوة، والعيال ده هتوصل له عشان يخلصوا اهل الحارة من غتاتة ورخامة جزرة. خلينا نخلص منه بقى، وتبقى الحارة دي ليها شخصية وليها ناسها ليهم كرامة. ترى يا زومليكس احنا بقالنا يومين ماشيين في الصحراء وما شفناش اي علامة ولا حد طلع علينا حتى، واحنا تهنا ولا ايه؟ يا زميلي احنا ولا تهنا ولا حاجة، في حد جاي من بعيد علينا اهو. اسكت بقى خالص. فؤاد انت هو انا رايحين فين يا انتوا تبع مين يا؟ الحق يا زومليكس، المعلم سيد بدل ما يسيبنا الجزرة سلمنا للوسخ من جزرة. اسكت انت ما تتكلمش خالص، ما اسمعش صوتك. اقول لحضرتك ايه، احنا جايين بنسأل عن معلم راوي بتاع بطن الجبل. عاوزين المعلم رؤوف ايه يا دي انت وهو يا؟ احنا جايين له تبع المعلم سيد بتاع الدرب الاحمر. قول له بس اللي احنا من طرف المعلم سيد بتاع الدرب الاحمر وهو هيعرفنا على طول. اقول لك يا كبير، العيال دي شكلها بتكذب، اخلص عليهم. تخلص على مين يا زومليكس؟ الحق يا زومليكس بيقول له اخلص عليهم. عموش اسكت ما تتكلمش، انا اكلم المعلم راوي دلوقتي واعرف هما تبع المعلم سيد ولا تبع مين دول. ايوه يا معلم راوي، في عيلين كده بيقول جايين تبع طرف المعلم سيد بتاع الدرب الاحمر. ايوه العيلين اللي تبع سيد بتاع الدرب الاحمر اللي عاوزين حتتين السلاح، هاتهم وتعالى محدش يكلمهم. تمام يا معلم، هجيبهم واجي. يلا تعالوا معايا، المعلم في انتظاركم. الحمد لله، طمنت قلبي يا شيخ. يعني ايه، اخلص عليهم ولا لا؟ قلت لك اسكت انت يا هموش. يلا يا شباب تعالوا معايا، المعلم في انتظارنا. الواد اللي اسمه سرور وحموكشة دول العيال دي اللي هترازيني في الحارة، لازم اخلص منهم. انت يا زفت يا اللي اسمك 50. نعم يا معلم جزر، امورني يا معلم. عاوزك تنزل الحارة دلوقتي، واول ما تلمح الواد اللي اسمه سرور ولا حموكشة ده ولا تسمع اي معلومة تيجي تقولها لي على طول. لازم انت تعرف لي اخبار العيال دي، فاهم ولا مش فاهم؟ فاهم يا معلم، انت تؤمر يا معلم. يلا غور، يلا من وش غور. بقول لك يا معلم سيد، مفيش اخبار على الواد حموكشة والواد سرور. العيال دي مختفية من ساعة ما جزر عمال يلف عليهم. انا خايف يكون جزر عمل فيهم حاجة. لا ما تخافش يا عم رمضان، انا عارف حموكشة وسرور فين. ان شاء الله هيجوا ويفرحوا اهل الحارة ويفرحوا الدنيا كلها. بس انا مش عاوز اتكلم دلوقتي، في اخبار حلوة ان شاء الله، وان شاء الله هنخلص من جزرة ده، ولأي حد زي امثال جزرة يجي الحارة تاني يفكر يبلطج على اهلها تاني. يعني انت عارف مكانهم يعني يا معلم سيد. ان شاء الله بس يجوا بالسلامة. وانا بقول لك يا عم رمضان واحكي لك، انت عارف ان انا ما بخبيش عنك حاجة. الواد 50 برضه مش باين، هو الواد ده راح فين؟ النبي يا عم رمضان ما تجيب لي سيرة الواد ده عيل خسيس، انا مش هشغله تاني في القهوة. ده ماشي مع جزرة وبيقول له على الاماكن اللي بيستخبوا فيها سرور وحموكشة. عيل بياع باع زمايله في دقيقة. انت يا عم رمضان كنت جبت لنا سيرة 100 جنيه اهو، جاي في اول الشارع اهو، استباحت وحشة على الصبح. السلام عليكم يا معلم سيد. السلام عليكم يا عم رمضان. عليكم السلام يا 50 يا ابني. مالك مزعل المعلم سيد ليه؟ انا غلطت والله يا عم رمضان، وجاي صالح اهوت المعلم سيد، ويا ريت يتقبل اسفي. غلطة والله يا معلم سيد، انا ماليش دعوة بحد بعد كده، وابقى ليا دعوة بالقهوة بس. بس يا ده خسيس انت، ويلا امشي من قدامي. خلاص يا معلم سيد، عشان خاطر انا غلط وعرف غلط وجاي يتأسف لك، معلش سامحه عشان خاطر انا. خلاص يا عم رمضان عشان خاطرك انت، انا سامحتك يا 50 عشان خاطر عمك رمضان. خش يلا شوف الزبائن اللي جوه دي تشرب ايه، يلا خش. حاضر يا معلم، اللي انت تؤمر بيه يا معلم. السلام عليكم يا معلم راوي، هي دي الشباب اللي جايه تبع المعلم سيد اللي جايين ياخدوا حتتين السلاح. يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا. ده انتوا جايين من ريحة الحبايب، جايين من عند الغالي المعلم سيد، ده وحشني قوي. طمنوني عليه، عامل ايه واخبار صحته؟ اهلا بيك يا معلم راوي. هو كويس الحمد لله، وحكالنا عنك كتير وقال عليك ان انت راجل جدع وراجل شهم، وان شاء الله هتقف معانا
هو حكالنا عنك كتير وعن جدعنتك. يا ولاد ده سيد ده اكتر من اخ، ده احنا كنا زمايل مهنة واحدة، بس هو ربنا تاب عليه وانا لسه ربنا ما تابش عليا. انا تجيني الساعة اللي انا اخدم المعلم سيد ورجالته، ده انا طاير من الفرحة اما قصدني في الموضوع ده. ده انا عينيا ليكم يا ولاد. الله يطمن قلبك يا معلم راوي، شكلها هتروق وتحلى يا زوميليكس ونخلص من جزرة ده. بس قولولي الاول، هو انتوا عاوزين حتتين السلاح دول في ايه؟ اصل انا ما فهمتش منه وهو بيكلمني في التليفون، ما انتوا عارفين ان الشبكة هنا في الجبل وحشة، ففهموني انتوا عاوزين حتتين السلاح دول لايه؟ احكي له انا يا زوميليكس ولا تحكي له انت؟ اسكت انت، انا هحكي للمعلم راوي على كل حاجة، ما تتكلمش انت بس. بص يا معلم، نصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. عليه افضل الصلاة والسلام. عليه افضل الصلاة والسلام. علي أفضل الصلاة والسلام. علي أفضل الصلاة والسلام. كل اللي شاهد معانا الفيديو لغاية دلوقتي بعد ما صلى على النبي يعمل لايك ويعمل اشتراك في القناة ويفعل زرار الجرس عشان يوصله كل جديد. بص يا معلم، احنا الحارة بتاعتنا كان كل واحد في حاله ومفيش حد بيبلطج على حد وكل الناس في حالها. فجأة مرة واحدة واحد من أهل الناس اسمه جزرة بقى بلطجي وبقى بيبلطج على الناس ويتحبس وخلصنا منه. فلفت الأيام رجع تاني، رجع الحارة وطلع من السجن ورجع بقى شرانة أكتر من الأول، وهو عمال يغتت على أهل الحارة ويبلطج عليهم. فاحنا عاوزين نخلص الحارة كلها منه ونبقى نرجع تاني الحارة بتاعتنا نضيفة مفيهاش بلطجية ومفيهاش ناس بتغتت على بعض. وانا عناية ليكم يا ولاد. بقول لك ايه، روح اديهم اللي هم عاوزينه وبعد كده هاتهم وتعال عشان نكرمهم بواجب الضيافة. ويا ولاد، يا جزرة ده وقف في وشكم تاني ومعرفتوش تعملوا معاه حاجة بعد ما اديكم حتتين السلاح، تعالولي وانا انزل برجالة الجزرة ده نعلمه الادب. هو احنا تجيت الساعة اللي احنا نخدمكم ولا نخدم المعلم سيد؟ يلا يا ولاد روحوا مع عمكم وهو هيديكم حتتين السلاح. شكرا يا معلم راوي، شكرا. شكرا يا معلم راوي. السلام عليكم يا معلم جزرة. ايه عملت اللي انا قلت لك عليه؟ عملت اللي انت قلت لي عليه يا معلم جزرة وخطة ماشية زي الفل، والمعلم سيد لبس الحوار اللي انا عملته عليه ورجعني القهوة تاني. كده تمام اوي اوي اوي، جدع عادة 50. من دلوقتي بقى اي دبة تحصل في الحارة او في القهوة تيجي تبلغنا عليها، فاهم ولا مش فاهم يا 50؟ فاهم يا معلم، بس انت وعدتني اللي بعد ما تمسك الحارة والناس كلها تسمع كلامك ويبقى تحت طوعك هبقى انا دراعك اليمين. هو انت قاعد عبيط ولا ايه؟ ما انت من دلوقتي دراع اليمين. اجري يلا، اي حركة تحصل في الحارة او في القهوة او اي كلمة تتقال اعرفها له وتعالى اجري امشي من قدامي. حاضر يا معلم جزرة اللي انت تؤمر بيه. كده الخطة بتاعتك يا جزرة ماشية زي الفل. طب وريني بقى حموكشة انت ولا سرور هتعملوا ايه؟ صباح الخير يا حاجة. صباح النور يا حاج. عملتوا ايه يا حاج؟ مفيش اخبار عن سرور وحموكشة؟ لا في اخبار حلوة ان شاء الله. حموكشة وسرور وصلوا للمعلم راوي، والمعلم راوي اداهم حتتين السلاح وهياخدوا بعضيهم وهيجوا بعد ما ياخدوا كرم الضيافة، وان شاء الله هيجوا ونخلص الحارة من جزرة وامثاله. ان شاء الله يا حاج، ربنا يجيبهم لنا بالسلامة. لا يا حاجة، وفي خبر كمان حلو. الواد 50 جالي واتأسف لي قدام القهوة، بس انا قلبي مغروشني كده ومش مستريح للواد ده، حاسس ان اللي ورا الواد ده ملعوب كبير، مش عارف يا حاجة والله. لا يا حاج، خلي بالك من الواد ده، يكون ملعوب من ملاعيبه. الواد 50 ده انا عمري ما استريحت له، يكون متفق هو وجزر على حاجة. ده اللي انا بقول عليه يا حاجة. عشان كده ان شاء الله النهاردة انا هعمل له اختبار وهختبره فيه وهشوف بقى عامل ملعوب من ألاعيبه وهو وجزرة ولا ايه حكايتهم بالظبط، ولا الواد يكون سلك من جواه وعرف ان غلط. النهارده هتبان الحقيقة.
ربنا يجيب العواقب سليمة يا حاج. ماشي يا حاج، انت عاوزة حاجة انت؟ انا هبعت لكم طلبات البيت وهروح انا على القهوة. سلام. ايه يا ولاد، ايه رأيكم في حتتين السلاح دول؟ لا يا معلم، دول حتتين مية مية، ده احنا هنخلص على جزرة. يا ابني اسكت، ايه اللي انت بتقوله ده؟ لا يا ولاد، مش ده اللي انا عاوزكم تعملوه، انا عاوزكم تهددوه. ما تأذوهوش في حاجة، انتوا تهددوه بالسلاح اللي معاكم لغاية ما يسيب الحارة ويمشي. لكن ما توقعوش نفسكم في الغلط وتخلصوا عليه وتروحوا انتوا في داهية. انتوا هوشوه، طول ما معاكم الحتتين السلاح دول هو هيخاف منكم. يا معلم العيال دي شكلها بتحور، اخلص عليهم؟ هو في ايه يا زوميليكس؟ هو ما فيش الا عندك اخلص عليهم اخلص عليهم؟ ما تهدى شويه يا عم. ده بيهزر معاكم يا ولاد، هو على طول كده جد، بس هو بيهزر ايه يا معلم؟ ده هزاره غشيم خالص، ده ما عندوش الا الكلمه دي، اخلص عليهم اخلص عليهم. يعني انت شايف ايه يا معلم؟ بص يا سرور يا ابني، انت اللي هتفهمني. حموكشة متسرع، طول ما انتوا معاكم الحتتين السلاح دول مفيش واحد هيقدر يخش عليكم بلطجي في الحتة، هيعرف ان انتوا معاكم سلاح. لكن انتوا يا بديتوها بالغلط هتروحوا انتوا في 60 داهية، وساعتها الحتة مش هيبقى فيها حد يحافظ عليها، وانتوا شباب جدع، انتوا الوحيدين اللي هتحافظوا عليها. فعشان كده لازم تهددوا اي حد يخش يفكر يبقى زي جزرة، لكن ما تودوش انتوا نفسكم في داهية عشان يفضلوا انتوا موجودين تحافظوا على الحتة. عندك حق يا معلم، لازم احنا اللي نفضل موجودين في الحارة والحتة عشان نحافظ عليها، عشان احنا يتعاملنا مع جزرة خلاص احنا هنروح في داهية ومش هيبقى في حد يحافظ على الحتة. انا خلاص فهمت بكلامك يا معلم وهنفذه. بقول لك ايه يا معلم سيد، مفيش اخبار على الواد حموكشة والولا سرور؟ لا يا عم رمضان، انا كده كده مخبي العيال دي فوق السطح البيت اللي جنبي، ما هعمل ايه، ولاد حتتي ولازم انا احافظ عليهم من جزرة ده، فمخبيهم في البيت اللي جنبي لغاية ما اشوف حل في جزرة ده. يعني هم في امان كده؟ واصل الواحد قلقان عليهم. ما تقلقش يا عم رمضان، انا كده كده محافظ عليهم، وكل يوم بطلع لهم طلباتهم والاكل والحاجة اللي هم بيعوزوها لغاية ما نشوف حل في اللي اسمه جزرة ده. ربنا يجيب العواقب سليمة يا رب. معلم سيد، معلم سيد، ايه يا خمسينة، في ايه يا خمسينة؟ في مشوار كده انا لازم اروحه دلوقتي يا معلم سيد. مشوار ايه دلوقتي يا خمسينة؟ مشوار ايه؟ مفيش يا معلم سيد، هروح اجيب بس العلاج لوالدتي من الصيدلية، من الصيدلية اللي في اول الحارة. ماشي يا خمسينة، روحوا متأخرش يا خمسينة. ماشي يا معلم. عاوز حاجة يا عم رمضان؟ لا شكرا يا 50. كده السنارة غمزت يا معلم سيد، و50 كلت طعم يا معلم. صح كلامك يا عم رمضان، الواد ده ما كنتش مستريح له، هقوم انا اقطره بقى اشوفه رايح فين. عاوز حاجة يا عم رمضان؟ حبيبي يا معلم سيد، ابو طمني. حاضر يا عم رمضان. والله العظيم يا معلم روح، احنا مش عارفين نشكرك ازاي على وقفتك معانا دي. تشكرني ايه يا سرور يا ابني، ده واجب وكنت لازم أنا اعمله مع المعلم سيد. المعلم سيد وقف معايا في حاجات كتير، وبعدين كمان عشان انتوا طلعتوا شباب زي العسل، وان شاء الله توصلوا بالسلامة للحارة وتنضفوا الحارة من جزرة واللي زي امثاله. انت طيب قوي 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 يا معلم، وانا حبيتك، انت كلامك حكم والله. شكرا يا حموكشة يا ابني، بس مش عاوزك يا حموكشة تكون متسرع، فاهم ولا مش فاهم؟ فاهم يا معلم، وانا هسمع كلامك، وان شاء الله انا وسرور هنيجي نزورك قريب. تنوروا في اي وقت، المكان مكانكم، الرجالة دلوقتي هتوصلكم لغاية اول الطريق، وكمان انا هديكم بمكنة موتوسيكل عشان الرجالة قالوا لي اللي انتوا كنتوا جايين مشي، انا هديكم موتوسيكل عشان تلحقوا تروحوا الحارة، وان شاء الله اسمع منكم اخبار سعيدة قريب. ايه يا معلم بتقول ايه؟ موتوسيكل؟ ده انا كان نفسي فيه قوي قوي، انت سامع يا سرور؟ يا ابني اسكت بقى ولم دورك بقى شوية. سيبوا يا سرور يا ابني، يلا يا ولاد عشان تلحقوا تمشوا، الرجالة هتوصلكم. معلم جزرة، معلم جزرة. يا زفت اللي اسمك 50، في ايه؟ في اخبار سعيدة يا معلم، انا عرفت مكان سرور ومكان حموكشة. بجد يا دي اللي اسمك 50؟ بجد يا
يا 50 يا ابن الواطية. هو انت متفق انت وجزرة وراجع لي القهوة عشان تعرف كل الأخبار؟ ماشي، ده أنا مش هخليك 50، ده أنا هخليك ربع 50. وهم فين دلوقتي في السطح اللي جنب بيت المعلم سيد، في الأوضة اللي فوق. أنا سمعت وهو بيقول لعم رمضان كده، فضلت أقعد أسمع 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 لغاية ما عرفت التفاصيل كلها يا معلم، وجيت أقول لك جاري. جدع عادي يا 50. لا يا دي انت مش اسمك 50، انت 10 50 يلا بينا على السطح بسرعة. جاي لك يا اللي اسمك سرور وحموك شبيه، يا انا يا انتو. بقول لك يا زوميليكس، ممكن بعد ما نخلص حوار جزرة ده تديني المكنة دي تبقى ليا انا لوحدي، عشان المكنة دي عجباني قوي يا زوميليكس. يا ابني بقى سيبني اركز في السواقة، انت بترغي كتير ليه؟ يا عم خلاص ماشي، انت خدها يوم وانا يوم. مالك يا سرور متعصب عليا ليه؟ المكنة عجباني قوي. خلاص يا زميلي، انت يوم وانا يوم. اجري بقى بسرعة، جاي لك يا جزرة. السلام عليكم يا عم رمضان. وعليكم السلام يا معلم سيد. عملت ايه يا معلم سيد؟ الواد طلع فعلا مش سالك يا عم رمضان زي ما احنا قلنا. الواد طلع متفق مع جزرة على سرور وعلى حموكشة وعلينا وعلى الحارة كلها. 50 ده انا مش هسيبه، بس نخلص من جزرة بس، وبعد كده دوري معاك يا 50. يا انا يا انت يا 50 في الحارة. فعلا الواد ده فعلا مش سالك يا معلم سيد، وانا اللي كنت افكره غلبان. ماشي نخلص من جزرة بس، ودورنا معاك يا 50 بيه. انت عيل حمار، يلبسوك العيال حمار ويضحكوا عليك ويلبسوك الطعم. والله يا معلم جزر انا سمعتهم بيقولوا كده وجيت قلت لك على طول. ما اعرفش اللي هم بيضحكوا عليا وبيلبسونا الائمه. هم لبسوك انت الائمه؟ ده لبسوني معاك يا غبي. طب قول يا معلم اعمل ايه يعني، وانا كنت اعرف منين؟ ماشي يا اللي اسمك سيد، الموضوع معاك انت كمان يا سيد، مش مع حموكشة وسرور بس، بقوا 3 في الحارة لازم انا احط عليهم. الحمد لله على السلامة يا ولاد، الحمد لله اللي انتوا رجعتولنا بالسلامة. الله يسلمك يا معلم، الله يسلمك يا معلم. احكولي يا ولاد، المعلم راوي عمل معاكم ايه؟ لا يا معلم، المعلم راوي ده طلع معلم كويس اوي محترم، وهدانا بموتوسيكل. انا هاخده ان شاء الله بس بعد ما نخلص من جزرة. نسكت شوية، واحنا في ايه ولا في ايه؟ يا سرور مش انت اتفقت معايا بعد ما نخلص من جزرة هاخد الموتوسيكل، ولا انت رجعت في كلامك؟ يا عم هديك الموتوسيكل، اصبر بقى خلينا نشوف هنعمل ايه. خلينا في المهمة يا معلم سيد. هنعمل ايه بقى؟ ادي السلاح جبناه، هنعمل ايه في جزرة بقى؟ ايوه يا حاج، ايه اللي بعد كده؟ اللي بعد كده يا ولاد اللي انا بكرة هنزل القهوة، وكده كده جزرة و50 بعد المقلب اللي عملته فيهم هيجوا القهوة. اول ما يظهروا انتوا تظهروا على طول بحتتين السلاح، فتيجي نهددهم ونقول لهم يا ما احترمتوش نفسكم وقعدتوا زي الناس العادية محترمة نفسها في الحارة، يا كده يا هنخلص عليكم يا تمشوا برا الحارة. ادي الموضوع كله، مش هنبدأ بالغدر الا لما نشوف الاول هم هيغدروا ولا ايه. يعني احنا يا معلم رايحين ده كله عشان نهددهم؟ ما نخلص عليهم ونخلص. ابني قلت لك اسكت، انت كلامك بينرفزني. ايه اللي انت بتقوله ده؟ هو احنا قتالين قتلة؟ زوميليكس يعني هو الموضوع على ايه بالظبط؟ يعني احنا بعد السفر ده كله هنيجي نهددهم بس؟ ما نديهم علقة ونفوقهم ونخلص عليهم. لا لا لا، احنا مش عاوزين نوصل الموضوع لكده، خلينا احنا بادئين بحسن النية اما نشوف هم هيعملوا ايه. صح كلامك يا معلم، اللي انت شايفه يا معلم. ربنا معاكم ان شاء الله. انت اللي اسمك سيد، انت اللي اسمك سيد. عاوز ايه يا جزرة؟ بتنده ليه يا جزرة وجاي من اول الشارع سيد سيد؟ انا اسمي المعلم سيد يا جزرة. اسمك المعلم ايه يا اخويا؟ سيد؟ طب قوم وانت بتكلمني كده يا خلي ليلتك يباب النهارده. لا ده انت زودتها خالص يا جزرة، انا هم لك اهو. هتكفي الشر وشوف انت رايح فين يا جزرة. اسكت يا راجل انت، خليك في حالك. يا عم متشكرين، ولا انت عشان نافخ عضلاتك يعني؟ لا سيبهولي انا هم له انا. عاوز ايه يا جزرة؟ عاوز الواد اللي اسمه سرور وحموكشة يا امه، هخلي الحارة تتفرج عليك وانا بهرتلك. لا ما انت حلو اوي يا جزرة. ماشي يا جزرة، انا هجيب لك حموكشة وسرور دلوقتي حالا. حموكشة انا عاوزك قلبك يكون ميت يا حموكشة،
وما تقلقش من جزرة. يلا بينا عشان صوت المعلم سيد عالي في الحارة، وكده معناها اللي جزرة هناك. عليك يا زوميليكس، ده جزرة النهاردة هيمشي من الحارة، وهي بعد كده هيعمل لي 1000 حساب أنا وأنت. هتشوف دلوقتي. أما أشوف. يلا بينا. أنت اللي اسمك جزرة، أنت زفت يا اللي اسمك جزرة. اثبت عندك يا جزرة، أنا جيت لك يا جزرة. إيه ده؟ الحق يا معلم جزرة، ده المعام سلاح. اجري بسرعة 50، اهرب بسرعة. جري الجبان، جري وهرب زي النسوان. الله ينور عليكم يا رجالة. كده جزرة هرب من الحارة، بس برضه ما ندلوش الأمان، ممكن يرجع في أي وقت. الحمد لله على السلامة يا ولاد، نورتوا الحارة تاني. بس رجعتوها المرة دي أبطال. عيني عليكم باردة، ربنا يسترها عليكم. أو النبي يا عم فوزي ربنا يسترها، عشان أنت عينك ما بتسميش بصراحة. أنا عمري ما أنسى ساعة ما نبرت عليها وأنا جايب العجلة الجديدة ووقعت اتعورت في الأرض. يا ابني عيب اللي أنت بتقوله ده لعمك فوزي. يا عم اسكت، أنت ما تعرفش حاجة، ده عينه بتجيب الأرض على طول. ده أنا كنت بهزر معاك. لا وزارك كان حلو بصراحة. خدت فيها 3 أيام عيان ما بتحركش من مكاني، راقد على السرير بسبب رجلي. بقول لك ايه يا عم فوزي، خلي بالك انت من القهوة كده لغاية ما اخد سرور وحموكشة ونروح كده البيت عندي عشان نتفق على الخطة الجديدة. خلي بالك والنبي يا عم فوزي. حاضر يا معلم سيد، بس هشرب واحد شاي على حسابك. شفت يا سرور، انا مش قلت لك عمك فوزي ده بارد قوي؟ هيشرب واحد شاي ببلاش على قفا المعلم سيد. ماشي يا عم فوزي، المكان مكانك، اشرب اللي انت عاوزه. غير ما انت تقول يا معلم سيد، المكان مكاني. مش قلت لك يا عم سرور الراجل ده بارد قوي؟ ابني بس عيب بقى. يلا يا ولاد نطلع البيت يا ولاد. ماشي يا معلم سيد، ماشي يا معلم سيد. اموت واعرف العيال دي جابت السلاح منين، اموت واعرف جابوا السلاح منين، انا مش عارف. تهدى شويه يا معلم جزرة، خلينا نعرف نفكر هنعمل ايه. اسكت انت، اسكت انت، عشان انت اللي وديتني في داهيه. ليه يا معلم جزرة وديتك في داهية ايه؟ ده انت اللي خطتك بايظه. انت بتقول ايه ياض؟ انا اللي خطتي بايظه؟ طب خد. خلاص يا معلم، حكى يا معلم، انا اللي غلطان، انا اللي قليل الادب واستاهل ضرب الكاس. بس والنبي يا معلم. ما تسكت وما اسمعش صوتك، فاهم ولا مش فاهم؟ فاهم. حاضر يا معلم، اللي انت تأمر بيه. كلوا يا ولاد، كلوا يا ولاد، البيت بيتكم، ما تتكسفوش، انتوا مش غرب. والله يا معلم احنا مش بنتكسف من حاجه، احنا طبعا هناكل وهنشبع كمان. انتوا حموكش ما اكلتوش وشبعتوا، انا هزعل منكم. بيت بيتكم يا ولاد. المهم يا معلم سيد، هنعمل ايه بعد كده؟ مش كده جزرة طفش من الحارة كلها؟ لا يا سرور يا ابني، جزرة مش زي ما انت متخيل. جزرة زمانه دلوقتي قاعد بيخطط عشان يرجع الحارة تاني، بس هيرجع بطريقة تانية. زي ايه يعني يا معلم سيد؟ ده احنا روقناه خالص، ده اول ما شافنا جري زي الفراخ. اكيد هيرجع ومعاه ناس تانية، مش هيرجع لوحده طول ما هو عارف اللي احنا معانا سلاح. للدرجة دي كده يا معلم؟ اكتر كمان، ده انا اللي حافظ جزرة وعارف كل خبايا جزرة. ربنا يسترها يا معلم، ان شاء الله ربنا يسترها. احنا المفروض نعمل ايه دلوقتي يا معلم؟ المفروض اللي انتوا تداروا وقت اللزوم تظهروا بس، عشان جزرة يبقى يوم ما يفكر يجي هو وحد تبقى انتوا عاملين حسابكم. احنا هنسيبك انت اللي تتصدر له الاول يا معلم، ده حتى عيب علينا. اسمعوا مني يا ولاد، هو ده الصح. يا معلم، بس انا خايفة عليك، يا يعمل لك حاجة ولا يجرى لك حاجة. لا ما تخافيش، العمر واحد والرب واحد. هنا يا معلم احنا مش هنستنى يا معلم لغايه الموضوع يوصل لكده، هو اول ما يظهر تاني هلاقينا زي العفاريت في وشه، ونخلص بقى يا معلم من جزره وحكاياته ونشوف موضوع سرور. موضوع سرور؟ ماله سرور؟ يا ابني اسكت اسكت، هتودينا في داهيه. مالكش ما اقول له ونفتح الموضوع دلوقتي، والله هزعل منك. في ايه يا حموكشه ما تفهمني؟ لا ما فيش حاجه يا معلم، اما نخلص من جزره بقول لك. تمام يا ولاد، يلا بقى عشان تاكلوا. بسم الله بسم الله، ده انا جعان قوي. بالهنا والشفا يا حموكشه. اموت واعرف العيال دي جابت السلاح منين، مين اللي اداهم السلاح؟ اكيد يا معلم جزرة، المعلم سيد ليه في الحوار ده. العيال دي ما تعرفش حد، المعلم سيد هو اللي يعرف في الناس بتاعت السلاح. اهو سيد ده حسابه معاه عسير، سيد بالذات. والمهم يا معلم جزرة، هنعمل ايه؟ هنرجع الحارة ازاي؟ ولا هنفضل في الشارع كده نلم كنز؟ اسكت يا دي انت عشان كلامك بيضايقني. هما زي ما دوروها يبقى يعرفوا يبطروها. الله يا معلم، كلامك حكم والله. قوم بينا يلا نشوف لنا لقمة ناكلها عشان اعرف افكر، وانا هسيبهم في حالهم. يلا يا معلم جزر. او كده يا زوماليكس، خلصنا من جزرة واللي جابوا جزرة. يا ابني جزرة مش زي ما انت سهل كده، جزرة تلاقيه بيخطط لنا دلوقتي عشان يرجع الحارة. الموضوع مش سهل زي ما انت متخيل.
مش سهل ازاي يا زوميليكس؟ جزرة عاوز يعمل حاجة كان عملها وهو موجود في الحارة، بدل ما جري زي النسوان ده خاف وجري زي النسوان. مش دي دماغ جزرة، افهم مني. جزرة دلوقتي تلقاه بيشوف خطة عشان يرجع بيها الحارة تاني. اسمع مني، ده مش دماغ واحد مسجل يخاف ويجري، لازما يعافر مرة واتنين وتلاتة، عشان كده لازما نعمل حسابنا. اللي انت شايفه يا زوميليكس، انا هستأذنك انا. رايح فين يا بيه؟ مفيش، راح اقابل الجو فريند بتاعتي، بقالي فترة ما شفتهاش. يا ابني احنا في ايه ولا في ايه؟ الله يخرب بيتك. عادي بقى يا زوميليكس، عاوز حاجة؟ لا يا اخويا شكرا. حموكشة حموكشة. يا حبيبة قلبي وحشتيني. وانت كمان يا حموكشة. شفتوا اللي انا عملته في المعلم جزرة؟ شفت خاف وجري زي النسوان مني ازاي؟ شفت يا حموكشة، ده بنات الحارة كلها بتتكلم عليك انت وسرور. ياه، بنات الحارة كلها؟ ده انا كده بقيت مشهور. يعني ايه يا حموكشة؟ بقيت مشهور يعني ايه؟ يعني هتسيبني؟ اسيبك ايه يا حبيبة قلبي؟ ده انت اللي في القلب، انت اللي في القلب من جوه. ما انا عارفة يا حموكشة، ما تكسفنيش بقى. قولي بقى، جزرة ده كده خلاص مشي من الحارة؟ هو ليه عين يقدر يرجع تاني؟ يا بنت انا موجود انا وسرور، يا فكر يرجع تاني هنخليه شرب الكوارع. الله يا حموكشة، ده انا بحبها قوي. هتفكر معايا يا بوزي الاكس انت؟ انا افكر معاك ليه؟ هو انت رضيت تاكدني معاك؟ ما انت اللي كلت، يبقى فكر انت. وانا اقول بطني وجعاني ليه؟ هو انت كنت باصص لي في الاكل يا خمسين الزفت انت؟ اكيد طبعا يا معلم، انا راجل جعان وانت خليتني اقف اتفرج عليك، اكيد ابص في الاكل يعني. طب خلاص اسكت خالص، خلينا افكر. فكر يا معلم، فكر وبقول لي فكرت في ايه. لازم نبقى معايا رجاله تانية، ولازم مبقاش لوحدي. خمسين ده مش هينفعني خالص. ليه؟ لأهل الحارة دلوقتي بقى ايد واحدة، فكلهم لو فكرت اضرب حموكشة وسروق كلهم هيتجمعوا. غير ده كله حموكشة وسروق بقى معاهم سلاح، فلازم انا اجيب رجالة. مفيش الرجالة اللي كانت معايا في السجن، ابعت اجيبهم ونبقى عزوة في الحارة، وساعتها يبقى المعلم جزرة راح، المعلم جزرة جه. قوم يا دي خمسين، يلا بينا. يلا بينا فين يا معلم؟ قوم يا زفت، زي ما بقولك اسمع الكلام، تعالى ورايا. خير اللهم اجعله خير. ايه يا معلم؟ خير اللهم اجعله خير. حلمت بكابوس وحش قوي لجزرة الزفت، ان هيجيب رجالة ويجي الحارة ويبلطج على الحارة واهل الحارة. لا يا معلم، ده طلع كابوس عادي يعني. لا، انا عارف ومتأكد ان جزرة مش هيسكت ومش هيعديها بالسهل. انا اكتر واحد عارف جزرة. جزرة زمانه دلوقتي بيشوف رجالة، ويا خوفي يا يجيب الرجالة اللي كانت معاه في السجن. يا نهار اسود يا معلم، يعني هيجيب لنا الناس اللي طالعة من السجن هنا في الحارة يبلطجوا على اهل الحارة، الناس الغلابة. ايوه انا اللي عارف، جزرة ده مش سهل. طب والعمل يا معلم؟ العمل اللي انا لازم أنا اقابل سرور وحموكشة عشان نشوف هنعمل ايه، عشان ما كانش كده نبعت نجيب رجالة من الرجالة اللي تبع المعلم راوي. يا رب جيب العواقب سليمة يا رب. يا معلم جزرة خلاص ما بقتش قادر، احنا بقالنا 3 ساعات ماشيين. اسكت ياد ما تتكلمش، خلاص قربنا نوصل. مدي بقى. ايه ده؟ الحق شوف مين جاي من هناك، ده جزرة جاي من هناك اهو. ايه ده جزرة؟ عامل ايه يا جزرة؟ وايه الاخبار؟ اخواتي وحشني، عاملين ايه يا ولاد؟ وايه الاخبار؟ طلعتوا من السجن امتى؟ مين دول يا معلم جزرة؟ وشكلهم عامل كده ليه؟ قلتلك اسكت انت يا ما تسمعش صوتك يا. حاضر يا معلم، اللي انت شايفه. مين الواد الليبس اللي معاك ده يا جزرة؟ لا فككم منه، خليكم معايا انا. طلعتوا من السجن امتى؟ والمعلم فين؟ طالعين بقالنا شهرين، المعلم جوه. طب انا عاوز اقابله عشان عاوزه في مصلحة سوء. من عينيا الاتنين يا جزرة، بس الواد الهيبس ده يجي معانا؟ يا عم قلتلكم فككم منه، اكنه مش موجود. طب يلا بينا. يا سرور يا سرور. يا زفت، عاوز ايه يا زفت؟ مش انا اللي عاوزك يا سرور، اما مين اللي عاوزني؟ المعلم عاوزنا النهارده احنا الاتنين نروح له البيت، يقول لنا في موضوع ضروري، مش عارف ايه الموضوع ده. ما رضيش يقول لي قدام الناس في القهوه، قال لي هات لي سرور وتعالوا النهارده البيت ضروري. ما تعرفش ليه يا زوميليكس؟ ما لمحلكش حتى في الكلام؟ مش عارف يا زوميليكس، ممكن يكون عشان موضوع بنته. يا ابني انت عبيط، بنته ايه؟ وهي كان قالك؟ لا طبعا، وبعدين قلت لك ما تفتحش الموضوع ده. حاضر يا سرور، انا بس عاوز افرح بيك قبل ما اموت. لا يا اخويا متشكرين. يا ترى المعلم عاوزنا في ايه؟ في ايه؟
جزرة ظهر تاني ولا ايه بقى؟ لازم نعرف الموضوع ده يا عمي. يا خبر دلوقتي بفلوس، شوية هيبقى ببلاش. طب قوم نجيب أكل عشان واحنا رايحين للمعلم سيد نكون واكلين، عشان ما تفضحناش معاه زي كل مرة. قوم بينا. هتعزمنا عليا يا معلم؟ دلوقتي هتعزمنا عليا يا معلم؟ خليتني معلم. قوم يا عم، أنا اللي عازمك ما تقلقش. يلا بينا. يعني الواد خمسينة وجزرة مختفيين كده يا معلم، ومحدش سمع لهم حس؟ حتى لو جزرة مشي برا الحارة، خمسينة مشي ليه؟ حاجة تقلق. أنا مش عارف بيفكروا في إيه، والموضوع ده مقلقني أوي يا معلم. هو مقلقك أنت بس يا عم رمضان لوحدك؟ ده أنا ما بنامش الليل بسبب الموضوع ده. طول ما هما مختفيين كده يبقى في حاجة بيرتبوا لها. يا ترى إيه الحاجة دي؟ طب يا معلم، لحكم خبرتك في البلطجة والكلام ده كله، اللي زي جزرة ده تلاقيه بيفكر في إيه دلوقتي أو بيعمل إيه؟ لا، اسألني أنا. زي ما جري وخاف كده لازم يرجع ويرد كرامته. هو ده البلطجي. لكن هيمشي كده ويجري كده على الابيض؟ لا، لازم ياخد علقة موت عشان ما يفكرش يخش الحارة تاني. لكن طالما ما خدش علقة الموت وجري يبقى هيرجع تاني. بس تفكيره في ايه دلوقتي يا عم رمضان مش عارف. ربنا يجيب العواقب السليمة يا معلم، عشان الموضوع ده مقلق الواحد والله. مش انت لوحدك والله يا عم رمضان، ده انا حتى العيال في البيت كل شوية قلقانين بيسألوني. أنا النهاردة هجيب سرور وحموكشة ونشوف ونرتب الدنيا، ولازما أهل الحارة يقفوا معانا. احنا مش عارفين جزرة ممكن يعمل ايه، ولا ممكن يكون راح يجيب ناس وجاي. ربنا يسترها يا معلم. أنا اللي اسمه جزرة ده ما بحبوش، لله في لله. والواد خمسين نفس النظام بعد ما عرفت اللي هو في صف. خمسين أنا اللي مربيه في القهوة، وفي الآخر يطلع خاين. ماشي، ده دوره معايا في الاخر ده، بس نخلص من جزرة. يا ترى اللي اسمه جزرة ده مختفي فين دلوقتي؟ يا جزرة يا اعرف مكانك، حاجة اروقك. يا ابني ما تخلص، المعلم سيد اتأخرنا عليه. حاضر يا زوموليكس، هخلص الحمام يا عمي، يعني اروح له بحمامي؟ انت عيل بتحب اللكاعة زي عينيك. انا مش عارف يا زوموليكس، حتى الحمام بتستعجلني فيه. انا هنزل اسابقك انا. حاضر، جاي وراك يا زوميليكس. اهلا اهلا يا جزرة، عامل ايه يا جزرة؟ الحمد لله يا معلم يا ناتن. كده يا معلم، هو اسمه الناتن؟ اسكت انت، ما تتكلمش خالص، تمشي معاه وانت ساكت. يا جزرة، هو الولد ده بيوشوشك بيقول لك ايه؟ لا ما فيش حاجة يا معلم يا ناتن. انا احسب بس، انا قلت الولد اللي يلبس الابيض ده بيقول لك حاجة. الواد بيلمع قوي يا جزرة، بيلمع بياض قوي. معلش بقى يا معلم يا ناتن، ما انت عشان نتن عشان كده بالنسبة لك الواد ده بيلمع بياض. يا جزرة، انا نفسي في الولد ده والله. خلاص بقى يا معلم يا ناتن، هتاكل الولا. كنت عاوزك في موضوع يا معلم يا ناتن. موضوع ايه يا جزرة؟ هو انت بيجي من وراك خير؟ قولي. المرة دي الموضوع خير 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 لينا كلنا. اسمع كلامه يا معلم يا ناتن، جزرة برضو ابننا. خلاص يا هسمع كلامه، متتكلمش بقى. المعلم اتكلم خلاص، خلص الكلام. المعلم النتن كلمته اما بتطلع صبيانه تسكت. فاهم ولا مش فاهم؟ فاهم يا معلم الناتن. قول لي بقى يا جزرة، ايه الموضوع بالظبط؟ اديني مطقطع لك ودني ومطقطع لك ايدي. انا عاوز ودنك بس يا ناتن. امرني يا اخويا يا جزرة، يقطمك في بقي. بقول لك يا معلم جزرة ده بيروش كتير. غبي انت، اسكت بقى يا ياكلك مني. ده ناتن. بص يا معلم يا ناتن، في حارة بتاعت القديمة. الحارة دي في جوز عيال، واد اسمه حموكشة وعيل اسمه سرور. العيال دي انا كنت مسيطر على الحارة زمان، فاما طلعت من السجن حاولت ارجع اسيطر فيها، فالعيال دي وقفت لي وجابوا سلاح معرفش جابوه منين، واقفين قصاده مش عاوزين نسيطر على الحارة تاني. فالمفروض انت جايلي عشان ننزل نخليك تسيطر في الحارة تاني، صح كلامي؟ صح كلامك يا معلم يا ناتن. بص يا اخويا، انا هنزل ونسيطر على الحارة، بس انا هبقى المعلم وانت دراع اليمين. فاهمان ولا مش فاهمان؟ ها، عاش يا معلم، اللي انت شايفه يا معلم. تمام يا جزرة.
معلم جزرة، يا معلم جزرة، انا بشغال مع الناتن ولا معاك انت يا جزرة؟ جزرة حافي يا دي انت، انا اسف المعلم جزرة. معلم جزرة مين بقى؟ ما في الناتن دلوقتي. اسكت خالص ما تتكلمش انت. يا جزرة الواد ده بيوشوشك بيقول لك ايه؟ انا ليا شرط كمان يا جزرة. شرط ايه يا ناتن؟ اسم المعلم الناتن، فاهم ولا مش فاهم يا جزرة؟ من هنا ورايح تقوليش الا المعلم الناتن. فاهم يا معلم يا ناتن. معلم جزرة، يا معلم جزرة، ايه يا زفت؟ هو الناتن ده ما بيتشطفش خالص؟ قلت لك اخرس خالص ما تتكلمش انت. طب هنعمل ايه دلوقتي بقى يا معلم؟ هنجهز رجالتنا ونبعت نجيب رجالة تاني وننزل على الحارة ونشوف اخرتها في عموكشة وسرور بتاعك ده، وانا هوريك الناتن هيعمل ايه. ده انا شممتهم ريحتي بس هيجروا. بس ما تقلقش يا جزرة، انا في ظهرك يا جزرة. شوفي مين يا بنت اللي بيرن الجرس. ده حموكشة وسرور يا ماما. خليهم يتفضلوا. السلام عليكم يا معلم سيد. السلام عليكم معلم سيد. وعليكم السلام يا ولاد، اتفضلوا اتفضلوا. قبل كده المره الجايه نخش باكل ورد ان شاء الله وعلبه الحلويات. يا ابني اسكت، اللي انت بتقوله ده هديك برجلي. ازم ليكس بسقم له على موضوعك. اسكت خالص ما تتكلمش. تنوروا في اي وقت يا حموكش انت وسرور. خير يا معلم؟ في ايه يا معلم؟ في ايه يا معلم؟ عشان انا مقلق قوي. اختفاء جزره كده مش مريحني ولا مريحنا كمان. ولا انا والله يا معلم. جزره يا ولاد بيرتب شكله كده على حاجه كبيره واحنا لازم نعمل احتياطاتنا. نعمل ايه طيب يا معلم؟ قولي. اصبر يا ابني. في ايه يا معلم؟ احتياطاتنا من ايه بالظبط؟ لازما نشوف المعلم راوي ورجالته نجيبهم نغرزهم معانا في الحاره اليمين دول للامان لينا. جزره شكله راح يجيب رجاله. رجاله يا ابني؟ قلت لك اصبر. ايوه رجاله يا حموكشه. جزره مش سهل ان نسيب الحاره كده. قلت من الاول يا معلم، كنا مسكناه رنيناه على كنا عرفنا لنا نلحق. فالمهم لازما ترجعوا للمعلم راوي وتتفقوا معاه. خلاص يا معلم، شوفوا نرتب ونروح ازاي. ان شاء الله هقول لكم بكره ان شاء الله يا معلم. انا عاوز كل اللي شاهد الفيديو لغايه دلوقتي يستنى الحلقه بتاع بكره، عشان الحلقه بتاع بكره هتبقى حلوه قوي. عاوزك يا حموكش انت تقولها بالذات للناس عشان الناس بتحبك. والنبي يا اخواتي استنوا الحلقه بتاع بكره وان شاء الله نقدم لكم فيديوهات حلوه كتير. سلام. هي دي الحارة يا جزرة؟ والله حارة جامدة قوي وشكلي كده هتجوز فيها. هي دي يا معلم يا ناتن، هي دي الحاره. الحق يا معلم جزرة، ده بقول لك هتجوز فيها. هو جاي نقع عروسة ولا جاي يخلصنا من سرور وحموكشة؟ عم اسكت انت، مالكش دعوة، سيبه يقول اللي يقوله. اقول لك يا جزرة، فين اللي اسمه سيد ده؟ يلا نروح له على القهوة. مين فيهم يا جزرة اللي اسمه سيد؟ اللي لابس جلابية. الاتنين لابسين جلابيات يا جزرة. عاوز ايه انت مين انت؟ خلاص يا جزرة انا عرفته. انا اسمي المعلم الناتن، واما اجي اكلمك تكلمني باحترام عشان ما امسحش بيك تراب الشارع ده. فاهم ولا مش فاهم يا سيد؟ هو انت يا ناتن هتفكرني اخبي الكلمتين اللي انت قلتهم لي دول؟ لم نفسك يا ناتن. ويا جزرة قول للناس اللي معاك تلم نفسها عشان كده عيب. يا اختي كده عيب، كده عيب، كده عيب. يا اختي كده عيب، كده عيب، كده عيب. يا اختي كده عيب، كده عيب، كده عيب. بقى ده انتوا جايين تخفوا دمكم عليا. بقول لك يا جزرة خد الرجاله اللي معاك وامشي من هنا، عشان كده مش هيحصل كويس. لا يا معلم سيد، انا مش هاخد الرجاله وامشي الا لما تقول لي فين الواد اللي اسمه حموكشه والواد اللي اسمه سرور. انا مش عارف مكانهم، وانت طالما عاوزهم كده جريت منهم زي النسوان ليه؟ انا ما جريتش منهم زي النسوان، هما كانوا في ايديهم سلاح. هما لازم يكون في ايديهم سلاح. انت مش شايف نفسك عامل ازاي؟ لا سيد عامل ازاي؟ ما الراجل زي الفل، هو عضلاته منفوخة والدنيا تمام، يعني حاجة ما تعبوش، ده حاجة تفيده. ده بقى من ناتن، انت لما بكلمكش انا بكلم جزرة. انا وجزرة واحد وممكن اقطمه دلوقتي واكله. لا ده مع بعضيكم بقى مش معايا. بص يا سيد، عشان ما خلكش سيد، اسمع الكلمتين دول وحطهم حلقة في ودانك. الواد سرور وحموكشة لما جبتهم ليش النهاردة انا مش هخليك تحصل سين حتى. فاهم يا سيد ولا مش فاهم؟ انا الناتن يا سيد. والنبي بعيد عني، ريحتك وحشة. يا تجيب لي النتانة. امشي يا عم بعيد عني. لا انت زودتها خالص يا سيد. سيد انا ممكن اخدك واحطك في اوضه ما خلكش تتشطف لمده شهر لغايه ما يطلع عليك سيد النتن. فاهم ولا مش فاهم؟
والنبي يا نتن انا بحب اتشطف كل يوم قبل ما انزل الشغل وبعد ما ارجع الشغل. لا خلاص حاضر اللي انت تؤمر بيها يا نتن. اللي قدامك ده بيحب النتانة ويحب كل اللي واقفين حواليه يكونوا نتنين، فاهم ولا مش فاهم؟ الحق يا معلم جزرة، طب بقول لك بيحب كل اللي حوالينا تنين، يعني ايه مش هخلينا نتشطف ولا ايه؟ نسكت انت، عين قال لك كده هو نتن بس احنا مش نتنين. او النبي يا معلم جزرة ده ريحته وحشة خالص والعيال اللي جنبي ريحتهم وحشة برضه. بس يا خمسينة، بس يا خمسينة واسمع الكلام يا خمسينة، هنتشطف يا حبيبي ما تقلقش. انما يا معلم نتن يعني نتن بعيد عننا، الريحة وحشة بصراحة. ومين ده كمان؟ مين ده يا جزرة؟ ابعد عن ده عشان ده نبر عليك في النتانة اللي انت فيها، من بكرة هتتشطف وهتبقى بتلمع. يا جزرة احنا ما اتفقناش على كده، انا مش عاوز اتشطف يا جدع. انا في انتظارك يا سيد تجيب لي حموكشة وسرور. اديني قلتلك يا تيجي تلاقيني قاعد كل يوم هنا في القهوة لغاية ما تجيبهم لي، فاهم ولا مش فاهم؟ فاهم يا نتن، امشي بقى يا نتن عشان ريحتك وحشة. يلا يا رجالة. ادينا معلم سيد هتعمل ايه؟ مش يا عم رمضان، انا هروح لحموكشة والسرور دلوقتي حالا. انت عارف مكانهم؟ ده انا اللي مخبيهم يا عم رمضان، خليك قاعد ساكت يا عم رمضان. اديني قاعد ساكت، انا هطلب واحد شاي على حسابك، خلاص ماشي لغايه ما تيجي. اشرب اللي انت عاوزه يا عم رمضان. بستأذنك بس يا معلم سيد، ما هو استئذان برضه واجب. هروح انا لحموكشة والسرور يا عم رمضان، عاوز حاجه؟ شكرا يا معلم سيد. حموكشة يا سرور، مين بينده ده يا ابني؟ صوت المعلم سيد. حموكشة يا سرور، تعالى يا معلم سيد، تعالى احنا هنا. تعالوا يا اولاد، جزرة ظهر وظهر معاه واحد اسمه النتن وعيال نتنة كده، يبقى جيل اجله. جزرة جيل اجله يا معلم سيد. يا ابني اصبر اصبر اما نشوف مين اللي معاه دول، مش عاوزك تستعجل يا حموكشة، عايزين نفكر هنعمل ايه، اللي جايين معاك طار عننا. ايوه يا معلم سيد لازم نفكر عشان ندي درس المرة دي لجزرة واللي معاه اللي هم عمرهم ما يخشوا الحارة تاني. وسيب لي 50 بقى، دور 50 معايا انا، هو ده عين العقل. يلا نفكر يا ولاد. انت متأكد يا معلم يا نتن اللي سيد ده هيسمع كلامك؟ بقول لك يا جزرة ما تتكلمش خالص، ما سمعتش اغنية كابونجا الجديدة اسمي ظهرك وارتاح؟ تتكلمش خالص يا جزرة، انا عارف انا بعمل ايه. يا خوفي يا خوفي يا سيد يسوحنا. بقول لك يا جزرة ما تتكلمش خالص، كلامك بينرفزني. سيد مين اللي سوحنا العبيط ده؟ انا عارف انا بعمل ايه يا عم. معلم جزرة معلم جزرة هو بيتعصب بسرعة ليه؟ اسكت يا عم 50 انت كمان اما نشوف اخرتها معاك انت والنتن. بقول لك يا جزرة الواد ده بيرغي كتير ليه؟ الواد ده بيقول ايه؟ لا ما بيقولش حاجة. خد يا دي اللي اسمك 50 هنا يا قرب يد عليا يا ميل يا. ليه كده يا معلم يا نتن؟ هو كده يا امشي غور من قدامي. حاضر يا معلم يا نتن. اجي اسمع صوتك تاني، فاهم ولا مش فاهم؟ فاهم يا معلم فاهم. ليه كده يا معلم ضربت الواد ده غلبان. اسكت يا جزرة اضربك انت كمان، فاهم ولا مش فاهم؟ فاهم. امتى نخلص من الموضوع ده عشان اخلص منكم انتوا كمان؟ بتقول حاجة يا جزرة؟ ها لا ما بقولش حاجة يا نتن. مرة يا جزرة مش قلتلك اسمي ناتن حاف، اسم المعلم الناتن، فاهم ولا مش فاهم؟ فاهم يا معلم يا نتن فاهم. اقول لك يا حموكشة، اول ما نضرب عليهم ما تخافش وتجري، هما اللي خليهم يجروا عشان احنا لو جرينا هيجي يفشوا مننا السلاح. ما تخافش يا زوميليكس، وراك قلب ميت. ربنا يسترها منك انت بالذات. اما تيجي تضرب بس قول له يضرب. مستعد؟ مستعد يا زوميليكس. ايه ده يا جزرة؟ مين اللي بيضرب علينا نار يا جزرة؟ يا معلم جزرة ده حماكشة وسرور. حماكشة وسرور اجروا بسرعة. عملوا فيها ابطال وخافوا جروا زي النسوان يا زوميليكس. يا ابني اسكت بقى اسكت بقى، خلينا مركز. ركز ايه يا زوميليكس؟ ما جروا قدامك زي النسوان، خافوا وجروا زي النسوان. طب يلا بينا خبي السلاح ده وروح للمعلم سيد نشوف بقية الخطة. عارف يا زوميليكس انا مش خايف الا من المعلم سيد ده يودينا في داهية والله. العيب اللي انت بتقوله ده، المعلم سيد يودينا في داهية ليه؟ بهزر يا زوميليكس بهزر. طب يلا بينا يا عم الهزار. يا رب جيب العواقب سليمة يا رب. ربنا يستر عليك يا حموكشة انت وسرور. يا معلم سيد يا معلم سيد معلم سيد. ايه يا ولاد عملتوا ايه يا ولاد؟ كله تمام يا معلم سيد، طول ما انت في ظهرنا هنحط على جزرة وعلى نتن واللي معاهم. انا حتى لسه كنت بشكر فيك لسرور دلوقتي بقول له مفيش الا المعلم سيد، راجل معلم فعلا بصحيح بجد والله.
والله يا سرور، مش كنت لسه بشكرك في المعلم سيد تحت دلوقتي؟ لا فعلا بتشكر فيه. شكر فيا فعلا يا سرور ولا بيهزر؟ شكر فيك يا معلم، شكر فيك. وانا اكدب عليك ولا إيه يا معلم سيد؟ ده انا كلمتي سيف على رقبتي. حبيبي يا حموكش، ما انا عارف. اهم حاجة دلوقتي نبدأ بقى الخطة التانية. نبدأ الخطة التانية. نبدأ الخطة التانية. انتوا دلوقتي طبعا جزرة واللي معاه جيروا، بس هيلفوا يلفوا ويرجعوا لي انا الحارة تاني. هقول له اللي انا ما شفتكوش. فانتوا لازم تروحوا دلوقتي تطلعوا على المعلم راوي وتجيبوا رجالته وتيجوا عشان نمسك جزرة واللي معاه نرنهم العلقة التمام. تمام يا رجالة؟ تمام يا معلم. تمام يا معلم. يلا يا ولاد، ربنا معاكم. ربنا معاكم يا ولاد. الحق يا معلم سيد، شوف مين جاي من هناك. صباحنا وصباح الملك لله. انت اللي اسمك سيد؟ نعم يا عم النتي. عاوز ايه يا عم النتي؟ فين الواد اللي اسمه حموكشة والسرور يا سيد؟ معرفش مكانهم لغاية دلوقتي، معرفتش اوصل لهم. بطل كدب يا سيد. انت بعت حموكشة والسرور على المكان بتاعنا يا سيد يضربوا علينا نار يا سيد. قوم يا سيد وانت بتكلمني يا سيد. انا يا عم النتي؟ انا يحصل مني ده؟ لا طبعا. قوم يا سيد بس وانت بتكلمني يا سيد. اوه. عم النتي العيب اللي انت بتقوله ده، انا عمره ما يحصل مني كده. قوم يا سيد واسند ظهرك وانت بتكلمني يا سيد. حاضر يا عم النتي، انت تؤمر يا عم النتي. ايه ده ايه ده ايه ده؟ سيب ايدي يا عم النتي، مالك قافش على ايدي كده ليه؟ فين سرور وحموكشة يا سيد؟ قلت لك يا عم النتي مش عارف اوصل لهم. ده مش اسم عمك الناتن يا سيد، انا اسم المعلم الناتن يا سيد. ماشي يا معلم يا نتن، قلت لك مش عارف اوصل لهم. اخر مرة حد ضربك على قفاك يا سيد كان مين يا سيد؟ ابويا الله يرحمه يا معلم يا نتن. انا بعد ابوك يا سيد وهضربك على قفاك يا سيد عشان تتعلم الادب. اي خلاص يا معلم يا نتن. احترمني بعد كده يا سيد عشان ما طلعش عينك يا سيد. خلاص يا معلم يا نتن، سيب دراعي. سيب دراعي يا معلم يا نتن. لا مش سايب يا سيد، خد كمان قفا يا سيد. اه انت اسمك المعلم النتن انت؟ عيب اللي انت بتعمله في المعلم سيد ده راجل ليه هيبته في الحاره. لك ايه والنبي يا عم الحاج، اقعد استجم انت على جنب يجيبك مكانه، فاهم ولا مش فاهم؟ بقول لك يا معلم يا نتن، خف شويه عشان الراجل ده عينه بتجيب الارض. فاديني قلت لك يديك واحده نلاقيك نايم انت مكان المعلم سيد. قد والله يا جزرة، الراجل ده عينه وحشة. اه والله عينه وحشه قوي. ستر استر يا رب، جايبني في حارة كلها عينها وحشة. بص يا سيد، قدامك 24 ساعة يا سيد تجيب لي حموكشة وسرور من الكتافين يا سيد. انت راجل كبير ومش هتستحمل الضرب يا سيد، عشان ماليش يقل منك في وسط الحارة تاني يا سيد. حاضر يا معلم يا نتن، حاضر يا معلم. ماشي يا سيد، اديني قلتلك يا سيد. يلا غور يا سيد، يلا بينا احنا يا شباب نشوف لقمة ناكلها عشان الواحد جاع. انا مش عارف اكفيك انت اكل منين بصراحه، ده انت حتى اسمك النتن. بتقول حاجة يا جزرة؟ لا يا معلم يا نتن، ما بقولش حاجه. طب يلا بينا يا جزر. انا خايف على المعلم سيد قوي. خايف من ايه يا زوميليكس؟ هيكون ايه اللي حصل يعني؟ خايف يكون جزرة والنتن ده يكونوا راحوا له القهوه. يعني ممكن يكونوا راحوا له يا زوميليكس؟ اكيد يا زفت، اكيد يكونوا راحوا له. هو احنا بعد ما ضربنا عليهم نار وجروا هيسيبوا حقهم كده؟ طب يا زوميليكس، ما هو اللي قال لنا، هو اللي قال لنا روحوا اضربوا عليهم نار خليهم يجروا من الحته اللي هم فيها. يعني احنا بنسمع كلامه. انا عارف، ما كله ده عشان خاطر الحاره لينا كلنا. بس هو انا خايف عليه يكونوا راحوا وبهدلوه هناك. ما تخافش يا زوميليكس، هنوصل للمعلم راوي ونجيب الرجاله ونيجي، وان شاء الله مش هنخلي ولا جزره ولا النتن ده ولا اي حد، حتى 50 معاهم كمان، الا لما نطلعهم بره الحاره ونعلمهم ان هم ما يخشوش الحاره تاني. هرس انت بس وشد شويه. ادينا اهو ماشي اهو يا عم. هرس ايه تاني؟ انا قلت لك خلينا انا اسوق. يا ابني اسكت بقى واحنا رايحين رحله. تسكت يا عم. اديني سكت يا زوميليكس. السلام عليكم يا حاج. ايه ده يا معلم؟ ايه اللي عمل فيك كده؟ مين اللي عورك كده وبهدلك كده؟ الجدع اللي اسمه النتن اللي مع جزر جالي النهارده قدام القهوه في وسط الحاره، بهدلني ابن الصارمه.
فرج عليا الناس وبهدلني وقال لي كرامتي قدام الناس، ومفيش حد يا معلم من الحارة اتدخل، سابوك تتبهدل كده عادي. الناس خافت يا حاج، الناس خافت منه، خافت من الرجالة اللي معاهم، اللي مع جزرة وجزرة وخمسين، بكل ده عشان عاوزين يعرفوا مكان سرور وحموكشة. وانت قلت لهم يا معلم على مكانهم؟ ازاي يعني يا حاج؟ لا طبعا، اما انا اتبهدلت واتعورت ليه؟ بس هم متغاظين من سرور وحموكشة عشان ضربوا عليهم نار وهم جروا منهم زي النسوان، عشان كده بيدوروا على حموكشة وسرور وعاوزين يغفلوهم. بس العيال طلعت رجالة وادوهم وجروا، بس هيرجعوا لهم تاني بعد ما يجيبوا رجالة المعلم راوي ويجي يعلموهم الأدب بقى الأخير، يعلموهم الدرس، يعلموهم ازاي يبهدلوا المعلم سيد في وسط الحارة ويبهدلونا كده. يعني حموكشة وسرور يا معلم راح يجيبوا رجالة المعلم راوي وهيجوا وهيضربوهم ويمشوهم من الحارة؟ زمانهم على وصول دلوقتي يا حاجة. أنا وديتهم للمعلم راوي، والمعلم راوي أنا عارف اللي مش هيفرط فيا، أصل ده كان زميلي في الإجرام زمان، بس أنا بقى تاب عليا ربنا واتجوزتك وخلفت، فخلاص بطلت الإجرام. فالمعلم راوي لسه ما اتجوزش ولسه عايش في الإجرام، فهيجي ويعلمهم الآدب، وهتشوفي جزرة واللي معاه هيبقوا عاملين ازاي في الحارة. ربنا يجيبهم بالسلام. طب خش انت استريح وانا داخله لك دلوقتي اعمل لك كمادات يا حاج. ماشي يا حاج. بس اللي انت عملته برضو مع سيد ده في قلب الحارة ما كانش ينفع كده، انت هتخليه ولا يقول لنا على مكان حموكشة والسرور ولا يجيبهم لنا حتى ناتم. 100 مرة قلت لك يا جزرة الزفت انت اسم المعلم الناتي. ايه يا عم، وانت ودنك ايه وقع عليها وانت صغير؟ لا طبعا، اللي انا عملته ده الصح. يا مقلناش على مكانهم في خلال 24 ساعة. عارف اللي انا ممكن اروح له تاني واقل منه في وسط الحارة. خلاص هو عارف اللي انا كده فاضية. وبعدين يا جزر انت يا ما قلتش المعلم الناتن تاني هقل منك دلوقتي قدامنا كلنا. بعدين بقى في قلة الكرامة بتاعتك دي بقى، انت مش محترم خالص. فاهم ولا مش فاهم يا جزر؟ انت باصص فوق ليه يا جزر؟ ها؟ لا بتملى في السماء، السماء الصافية. وبعدين يا جزر انا جعان. وانت ايه يا عم ناتن في منطقتك؟ ما تجيب لنا اكل يا عم. وانت مش واخد بالك ان احنا جعانين وشقيانين ولا ايه؟ ابعت الواد اللي هو اسمه 50 ده ولا 10 ده يروح يجيب لنا حاجة ناكلها، عشان الرجالة جعانة. الرجالة خست خالص اكتر ما هي خاسة مني. أما أنت هتشتغل نفسك، ده هم رفع العصا لوحديهم. تقول ايه يا جزرة؟ وانا كل ما اكلمك ترفع وشك للسما ليه؟ في حاجة معاك ولا ايه؟ لا 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 مفيش حاجة، حاضر من عينيا الاتنين، أنت تؤمر يا معلم. حبيبي يا اخويا ابعت يلا الواد ده، خليه ما يتأخرش علينا، يخليه 51. بقول لك يا 50 يا زفت، أنت روح هات لهم أكل وتعالى. طب هات فلوس يا معلم عشان معيش فلوس. روح هات أكل وتعالى، قلتلك هنتحاسب بعدين. قلتلك هات فلوس يا معلم، ما معيش فلوس. روح يا دي خلي ليلتك سودا، هديك فلوس منين؟ انت عارف ان انا مقشف. اجري اتصرف بأي طريقة، خد من امك ولا خد من ابوك ولا خد من اي حد. ايه اللي افترى ده؟ مشغلني بدون فلوس وكمان اروح اجيب لك اكل ببلاش؟ ده حاجة افترى. امشي هتغور يا ايه يا رجالة، عاملين ايه يا رجالة؟ عاملين ايه يا رجالة؟ يا حموكشة يا سرور، عاملين ايه يا رجالة؟ الحمد لله على السلامة. العيال دي شكلها بتحورة كبير، اخلص عليهم؟ يا زوميليكس، وانت لسه برضه في نفس الموضوع؟ اخلص عليهم اخلص عليهم؟ انت خليص قوي يعني. يا ابني اسكت بقى اسكت. الرجالة تبعنا، واسكت وما تتكلمش خالص. اخلص عليهم يا كبير. يوه اديك شفت بقى يا زوميليكس. اسكت، هو مش فاهم حاجة، اسكت. ليه كده يا زوميليكس؟ ده احنا حبايبك حتى. يا ابني اسكت، دول تبعنا، دول اخواتنا. ماشي كلامك يا كبير. ابني 100 مرة قلت لك مش انا الكبير، المعلم راوي الكبير، ما تجيبليش معاه مشاكل كل شوية. حاضر كلامك يا كبير. يوه اسكت وما تتكلمش خالص، انا عاوزك تفضل ساكت. متزعلش مني، اصل انا اي حد بيوديني شغل بيشغلني فيه بعتبره هو الكبير، ما بعتبرش صاحب الشغل الكبير، بعتبر اللي موديني هو الكبير عشان هو اللي وداني الشغل. يا الصلاة على النبي عليك بصراحة، مخلص خالص، هتوديني في داهية مع المعلم راوي. انا عارف. بقول لكم ايه الاهم، عملتوا ايه مع جزرة حموكشة انت وسرور؟
هو ده اللي خلاني اجي للمعلم راوي تاني. الموضوع عاوز قعدة عشان نشرح للمعلم راوي الموضوع كله من طقطق لسلام عليكم. تمام تمام، يلا بينا نروح للمعلم راوي. يا معلم، عم رمضان جاي يطمن عليك عشان ملقاكش نزلت القهوة النهاردة. الله فيه الخير عم رمضان، قولوا له يتفضل، البيت بيته. اتفضل يا عم رمضان، المعلم مستنيك، البيت بيتك. السلام عليكم. ايه يا معلم، قلقتني عليك يا معلم، يعني ما نزلتش يعني القهوة النهاردة؟ يا ولية اعمل لنا كوبايتين شاي وهاتهم لنا. حاضر يا معلم. تعالى يا عم رمضان، تعالى اقعد هنا جنبي يا عم رمضان. قلقتني عليك يا معلم، مالك فيك ايه؟ قولي. مفيش يا عم رمضان، هي بتتهزت في وسط الحار من ساعة اللي اسمه الناتن ده جه وضربني قدام القهوة. هو ضربك قدام القهوة؟ ده انا ما سمعتش بالموضوع ده. ده امتى الكلام ده؟ امبارح يا عم رمضان، مع عم جمال ابو عين وحشة كان قاعد جنبي امبارح وشاف اللي حصل، وهو النتن ده نازل فيا ضرب في وسط الحارة. قال لي من كرامتي قوي يا عم رمضان، انا خلاص ما بقاش ليا عين انزل الحارة. ازاي يعني يا معلم؟ ده انت سيد معلمين الحارة، ده انت اللي الحارة بتتحمى فيك، انت لازم تنزل قهوتك وتملى مكانك، ما ينفعش الكلام ده يا معلم. هنزل يا عم رمضان بس اما يجي حموكشة وسرور ورجالة المعلم راوي. حموكشة وسرور ورجالة المعلم راوي؟ مين المعلم راوي ده يا معلم سيد؟ المعلم راوي ده كان واحد زميلي في الإجرام زمان قبل ما ربنا يتوب عليا واتجوز وأعمل أسرة. كلمته وبعت له حموكشة والسرور وهيروحوا يجيبوا رجالته وييجوا ويعلموا جزرة والناتن ده واللي معاهم ومنهم 50 كمان الأدب، عشان يبقى يقله من كرامتي ومن كرامة أهل الحارة تاني. أيوة يا معلم، أيوة، إيد لوحدها ما تسقفش، لازما الناتن و50 كمان معاهم والجزرة ده يمشوا من الحارة خالص، ما نشوفش وشهم تاني. ده بهدلوا الحارة يا معلم، ده النهاردة نزلوا سوق الخضار وخدوا فرض على الناس. هو ده اللي أنا كنت خايف منه. أهو هيعملوها واحدة واحدة ويسيطروا على الحارة. وأهل الحارة عملوا إيه؟ أهل الحارة خافوا من العيال اللي معاهم، بقى بيدوهم الحاجة ببلاش ويدوهم كارتة كمان. يا نهار اسود، يا نهار اسود، ده كده الموضوع ساء خالص يا عم رمضان. هو ساء بعقل يا معلم سيد، فعشان كده ربنا يبعت لنا حموكشة وسرور والمعلم راوي اللي انت بتقول عليه ده بسرعة عشان يلحقونا قبل ما جزرة والناتن ده اللي معاه الوحش ده والعيال دي تسيطر على الحارة كمان وكمان. لا ده انا من بكرة لازم انزل القهوة عشان اشوف الدنيا دايرة ازاي. ايوه يا معلم، لازم تنزل مكانك عشان تعرف الموضوع داير ازاي. الشاي يا معلم سيد انت وعم رمضان، هنا الشاي يا ولية جنبينا هنا. تسلم ايديك والله، ما كناش عاوزين نتعبك والله يا حاج. تعب ولا حاجة يا عم رمضان، ده كله من خير المعلم سيد. يا معلم انت مالك قاعد بتاكل ومدينا ظهرك ليه؟ وبعدين ادي حتة لرجالتك بدل ما هم قاعدين يبصولنا في الاكل كده، ولف وشك لينا يا معلم يا ناتن. شفت انت قلت بقى ايه يا جزرة يا معلم يا ناتن؟ فانا ناتن، وبعدين رجالتي بيبصوا عليا وانا باكل فكده بيشبعوا. خليني اكل بقى يا اخي بقى، خليني في حياتي. بصراحة انا ما شفتش ناتن زيك بصراحة. بعدين الواد قاعد باصصلي في اللقمة، خلاص اللقمة نازلة تقطع في بطني. لا هما دي عادتهم عادي، هما كده بيشبعوا، طول ما هما بيبصوا في الاكل بيشبعوا. سيبني اكل بقى. يا اخي اديهم حتة طيب من الفرخة اللي قدامك اللي لسه ما اتقطعتش دي. لك يا جزرة خليني اكل عشان اعرف ارتب ايه بكرة. احنا النهاردة دخلنا على سوق الخضار، بكرة نشوف بقى نخش على المطاعم. فخليني قاعد ارتب الحارة دي، انا مش طالع منها خالص، ده انا شفت العز كله النهاردة. يا بقى سودا ومطينة بطين، شكلي بعد ما اخلص من حموكشة وسرور اخلص منك انت كمان يا نتن. تقول ايه يا جزرة؟ بتقول حاجة؟ لا ما بقولش حاجة، ما بقولش حاجة. بس بقى يا حبيبي هناك بقى يا حبيبي عشان خلاص بطني بتتقطع، خلي اللقمة تنزل سليمة في بطني. يا عم انا كلمتك؟ انا ما كلمتكش، انا ببص. هو البص حرام؟ البص مش حرام بس بيوجع البطن يا اخوي. يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا، وحشتني يا حموكشة انت وسرور. يا اهلا بيك يا معلم، وحشتنا والله، وحشتنا يا معلم والله. انا اقول الجبل منور ليه؟ تلاقي الواد حموكشة وسرور فيه. الحق يا زميلتس، ده المعلم حافظ اشعار.
ليه يا ابني؟ ما انت تفكر المعلمه دي جت من فراغ عشان تعرف اما انا ابقى معلم زيه كده هقول اشعار زيه كده؟ ربنا معاك يا زميلكس، وانا ابقى مساعد المعلم وابقى حافظ كلمتين اشعار برضو. ضحكتوني والله يا ولاد. المهم قولوا لي عملتوا ايه مع جزرة؟ جزرة يا معلم، جزرة راح جاب لنا بلطجية زيه بعد ما عملنا عليه الخطة وضربنا عليه النار وطفش. راح جاب لنا رجالة وجه والعدد بقى أكتر مننا، فالمعلم سيد قال لنا روحوا للمعلم الراوي وهاتوه هو ورجالته. والنبي يا معلم ما تكسر لنا كلمة وتيجي معانا، عايزين نمشي جزرة واللي معاه، خلي حارتنا تنضف، احنا حارتنا ناس طيبين مالهمش في المشاكل. عارف يا ابني، والمعلم سيد على يد انا حالف ما يخش في الإجرام تاني. ياه، جزرة ده شكله عيل عاوز ياخد علقة ويفوق فيها. أو النبي يا معلم عاوزك تديله علقة تفوقه، ومع عيل اسمه 50 كده، عيل كان من الحارة عندنا بقى المرشد بتاعه. الله 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 الله، بقى كمان فيها مرشدين كمان أكتر من كده يا معلم. ده جايب واحد اسمه الناتن. الناتن؟ ماله الناتن ده يا ولاد؟ الناتن ده يا معلم ما بيشطفش خالص، ومنتن ومعفن وفي كل حاجة، وبخيل وفي كل حاجة يا معلم، أوحش حاجة ممكن تتخيلها. كل ده من الناتن؟ أكتر كمان يا معلم. الناتن ده إنسان يقرف، أنت تشم ريحته من على بعد، مش عارف بيطيق ريحته ازاي وهو نايم. ماشي يا ولاد، انتوا تقعدوا دلوقتي ناخد واجب الضيافة، وإن شاء الله من الفجر نطلع للناتن و50 وجزرة ده كمان، وأنا أعلمهم لكم الأدب. ماشي يا معلم. يا رجالة جهزوا نفسكم، عندنا سفر بعد الفجر. وانت خد حموكشة والسرور اعملوا معاهم واجب الضيافة، غدوهم وروقوا عليهم كده واعملوا لهم كوبايتين شاي، دول جايين من سفر برضه. وجهزوا نفسكم بكرة الفجر هنطلع على الجزرة والنتن ده و50، ومش هنحلهم في قفاهم، هندي كل واحد فيهم على قفاه. عمرك تنفذ يا معلم. حاضر يا معلم، اللي انت تؤمر بيه. وانا هاجي معاكم يا معلم؟ ايوه طبعا اخدك معايا، وانا اقدر استنى عنك انت يا عسل. الله، واشوف الفيل ابو زنوبه والاسد. فلس بزلمة والأسد؟ هو الواد ده عبيط ولا ايه؟ ما تسكت يا يا معلم ده من فرحتي بس. بس ايه يا دي انت؟ انا واخدك الملاهي ولا ايه؟ ولا واخد ابن اختي معايا؟ اسكت ما تتكلمش. سيبه براحته، احنا كلنا عارفين اللي هو دماغه مفوته فعادي. حاضر يا معلم. يلا حموكش، يلا سرور. ايه ده؟ هو في ايه؟ هو ايه اللي بيحصل ده؟ هو في ايه؟ هو انت قاعد مكاني ليه؟ انتوا بتعملوا ايه هنا؟ كويس يا سيد اللي انت جيت يا سيد عشان تقولي ايراد القهوة كام يا سيد يوميا يا سيد، عشان اشوف الناس دي بتضحك عليا ولا لا يا سيد. قرات ايه وقهوة ايه وايه اللي مقعدك على الكرسي بتاعك؟ انا نسيت اقولك يا سيد، انت تنسى القهوة يا سيد لغاية ما تجيب لي الواد حموكشة والسرور يا سيد، فالايراد دلوقتي بقى لي انا يا سيد، ما المال مالي يا سيد عشان الناس ما تضحكش على اخوك يا سيد. يعني انت يا ناتن هتمشوها معايا بلطجة وتاخدوا مني القهوة؟ عيب عليك يا سيد، انا مش عشان قلتلك انت اخويا يا سيد عشان ما يفشخك معايا يا سيد، انا اسم المعلم الناتن يا سيد. يا سيد انا بلطجي اساسا يا سيد، جبت التايهة. بص يا سيد، راح اروح استريح في البيت يا سيد ودورها في دماغك، نام كده يا اخويا وريح ظهرك وفكر كده يا بابا تجيب لي حموكشة والسرور تاخد قهوتك يا سيد. يلا يا سيد غور من وش يا سيد، ما تعكننش صباح عليك يا سيد. ماشي يا ناتن، هجيلك يا ناتن، ومش هقولك يا معلم يا ناتن، وانا هوريك يا ناتن. يلا غور يا سيد في ده يا سيد، مش عايز اشوف وشك الا لما اكون معاك حموكشة والسرور يا سيد. غور اما تشيلك. كان براحتك يا سيد لغاية ما اجيلك يا سيد. ايه يا معلم مالك رجعت بدري ليه؟ شفت يا حاجة، شفت الناتن وجزرة خدوا القهوة واحتلوها وقالوا لي اياك تيجي القهوة دي قال لما يجي حموكشة وسرور معاك. شفت اللي حصل يا حاجة وصلت لإيه؟ اللي مش عارف اخش قهوتي. هي الجدعان دي مش هتجيبها البر ولا ايه؟ هتوصل بيهم البجاحة لغاية كده؟ ولسه يا حاجة ولسه، لازم حموكشة وسرور يجوا في أسرع وقت. يا رب يجيبهم بالسلامة، يا رب يا رب يا حموكشة انت وسرور تيجوا بأسرع وقت. اقول لك ايه يا معلم، اما يجي حموكشة وسرور ورجالة المعلم راوي لازم تخلوهم عبرة لأهل الحارة كلهم، ولأي حد يستجرى يخش يعمل كده في الحارة تاني. الناس دي لازم يكونوا عبرة لأي حد يا معلم. حاضر يا حاجة، حموكشة وسرور يجوا بس، وانا هوريك انا هعمل في ايه في اللي اسمه الناتن ده بالذات.
أنا عاوز أعرف منكم شوية معلومات يا حموكشة أنت وسرور، اتفضل يا كبير. عشان نبقى رايحين كده الصلاة على النبي عاملين احتياطاتنا. انت تؤمر يا كبير. صلوا على النبي. عليه افضل الصلاة والسلام. عليه افضل الصلاة والسلام. عليه افضل الصلاة والسلام. يا رجالة اللي مع الناتن ده معاهم سلاح؟ تقريبا لا، عشان احنا يوم ما ضربنا عليهم نار يا هم كان معاهم سلاح كانوا ضربوا علينا نار برضه، ما كانش طلعوا يجروا مننا. يا ما تفكرنيش باليوم ده يا زوماليكس، ده اليوم ده انا مت على نفسي من الضحك وهم بيجروا زي النسوان. يا ابني اسكت، ده مش وقت الكلام اللي انت بتقوله ده. معلش يا زوماليكس، اصلك انت فكرتني وانا ما عرفتش امسك نفسي. خليك معايا أنا يا سرور، يعني ما معهمش سلاح صح كده؟ اكيد ما معهمش سلاح، يا كانوا معاهم سلاح كانوا ضربوا علينا نار. طب كويس، حاجة مبشرة. سؤال تاني، ما تعرفش عددهم كام؟ عددهم كام؟ انا هقول لك. النتن وجزرة وخمسينة واتنين تاني، يبقى واحد جزرة، اتنين النتن، تلاتة خمسينة واتنين تاني، يبقى خمسة، 5 أفراد. كويس، حاجة كويسة، واحنا اكتر منهم ومعانا سلاح، بداية مبشرة بالخير ان شاء الله. يا كبير انا عاوز اسال انا كمان، طالما انت عمال تسالهم سيبني اسال انا كمان. بدنا تسألهم في ايه؟ السؤال اللي انت عاوز تسأله. يا كبير اما نشوف هيسال في ايه. اتفضل اسال. هي الحاره دي بتاعتكم فيها بنات تصلح للجواز تكون حلوه كده؟ اصل انا كبير العيله عندنا وامي هتموت وتجوزني، فبالمره اشوف عروسه عندكم. شوف يا زوماليكس بيقول ايه، شوف. ايه يا ابني اللي انت بتقوله ده؟ شكل اقول للمعلم روح خليه يمشيك من الشغل. انت تقرفني ليه يا ابني وانا جايب ابن اختي معايا؟ مفيش يا كبير، انا قلت بالمره تبقى فرصه. اسكت خالص وما تتكلمش، فاهم ولا مش فاهم؟ تزعلش مني يا سرور انت وحموكشة، هو اسئلته عبيطة كده وهو عيل عبيط، عرفني. انت ليه يا كبير بتقل مني؟ ده انا راجل زيكم وماسك سلاح اهو. خوف المرة الجاية تضرب عليا انا النار وتقتلني، ربنا يسترها. وهم يا سرور انت وحموكشة هنقوم ننام لنا ساعتين عشان نتحرك بعد الفجر على طول، تمام؟ تمام. تمام يا كبير. تتخيل بقى دي اللي اسمها الجزرة ان السيد بيكسب من القهوة كتير وبيديها على الناس الفقر. يا دي يا جزرة، ده انا كرامتي اتقلت معاك خالص يا ناتن. مالك يا ده الجزرة في ايه؟ مفيش حاجة يا معلم يا ناتن. احسب بس يا جزرة. ايه يا خمسينة؟ مالك يا خمسينة انت كمان عمال تبصلي ليه يا خمسينة؟ ده انت سر القهوة ده معاك يا خمسينة. اه يا معلم معايا، بكرة هكسبك اكتر واكتر كمان. بيبي يا خمسينة، انا هخرقيك يلا واسميك 10 خمسينة. يخرب بيت التباتة بتاعت امك. الحق يا معلم، جزرة بيشتم عليك يا معلم. ايه؟ مالك يا ده جزرة بتشتم عليها في سرك ليه يا جزرة؟ هو يا جزرة يعمل منك شرايح يا جزرة. انت شفتني بشتم عليه؟ سمعتك بصوت واطي. انا نسيت اقول لك يا جزرة ان ده ودانه عاملة زي طبق الدش، يسمع النملة وهي بتتكلم مع صاحبتها. صلى على النبي عليه، ما هو باين. يا رجالة اللي فاتكم واللي جايكم تاني، الكلمتين دول لازم تسمعوهم مني قبل ما نتحرك. اي تهور من اي واحد من غير ما يرجع لي هيبقى في خطر على المجموعة كلها. احنا رايحين نتعامل مع ناس مش عارفين هم مين ولا مسلحين ولا دنيتهم ايه. دول بلطجية، يعني في لحظة ممكن يموتوا نفسهم ويموتوا اللي مع حواليهم كمان. عشان كده اي قرار لازم تاخدوه مني، فاهمين يا رجالة؟ امين يا معلم. امين يا معلم. فاهمين يا معلم. فاهمين يا معلم. فاهمين يا معلم. يلا يا رجالة، يلا جهزوا لنا المكن وجهزوا لنا السلاح عشان نقصد كريم. ان شاء الله المشوار ده يبقى بخير ان شاء الله لينا كلنا. يلا يا رجالة. خد يا خمسينة، انا عاوزك في موضوع ضروري. يا موضوع يا معلم يا ناتن؟ خد بس تعالى ورايا هنا بس وانا اقولك. امورنا يا معلم يا ناتن. بص فوق كده ياض على الشباك اللي فوق ده ياض، اللي فيه البت دي بتنشره. ماله؟ مين البت اللي بتنشر غسيل فوق دي يا بنت المعلم سيد؟ سيد مين يا؟ سيد اللي احنا خدنا منه القهوة. سيد اللي انا ضربته؟ ايوه يا معلم. يعني سيد هو اللي مخلف القمر ده يا؟ ايوه يا معلم، دي بنت المعلم سيد. طب حلو قوي،
أوي 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 أوي، زيتنا في دقيقنا. أنا عاوز أتجوز البت دي. يا البت دي مخطوبة ولا ملتها إيه يالا؟ لا يا معلم مش مخطوبة، بس الناس كلهم بيقولوا اللي هي وسرور بيحبوا بعض. هي ومين يا أخويا؟ سرور؟ سرور مين يا اللي أنا بدور عليه يالا؟ ايوه يا معلم. لا 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 لا، انسى الموضوع ده. هي أول ما تشوفني هتنساه، هتقولك يا ناتن يا بلاش. أما أنت تفكر إيه يا؟ أما أنا مش ناوي أتشطف ليه يا؟ عشان أتشطف أول يوم جواز يالا. والله يا معلم انا ما فاهم اي حاجة، وبعدين انا مش عارف هتوافق بيك ولا مش هتوافق بيك يعني، بس هي تنكة قوي. لا فكك من الجو ده، عشان الجو ده مش هياكل. مفيش حد بيتنك على الناتن يا. ما انت تفكر يا دي يا 50. على عموما اللي انت تشوفه يا معلم ده حاجة تفرحني. خلاص، انا ابقى اروح لسيد واطلب ايديها منه، وبالمرة يبقى زيتنا بايدينا، وبالمرة اورث القهوة من سيد. جميل قوي اللي انت بتقوله ده، بس اما نخلص من حموكشة والسرور. متقلقش يا، العيال دي مش هتقدر تيجي يا طول ما الناتن في الحتة يا. انا هوريك انا هعمل فيهم ايه يا. والنبي يا معلم عشان انا متغاظ منهم قوي قوي قوي. ده شكلك مجروح منهم يا، بس انا هخلصك منهم يا. خليك ورا الناتن وياد، وانت الدنيا هتروق معاك وهتحلاو، وهتبقى 10 50 يا. يا رب يا معلم، يا رب ابقى 10 50 وابقى دراعك اليمين. ان شاء الله يا. يلا بينا عشان نروح لجزرة والعيال عشان اخرنا عليهم. يلا يلا، ما امشي قدامه ومتبقاش عيل ليك عيار. صباح الخير يا معلم. صباح النور يا حاجة. الحمد لله مزاجك رايق النهارده عن امبارح بكتير. الحمد لله يا حاجة، عشان حاسس ان سرور وحموكشة والمعلم روق قربوا. انا حاسس خلاص اللي هم على وصول. ان شاء الله يا معلم مزاجك رايق، وان شاء الله يفضل رايق على طول، وحموكشة وسرور يرجعوا بكرة ويثبتوا للحارة كلها اللي هم قدها وقدود، ويرجعوا كرامتك تاني في وسط الحارة ان شاء الله يا حاجة. عشان انا متغاظ من اللي اسمه النتن قوي، هز كرامتي في وسط الناس. بالكترة برضو تغلب الشجاعة يا حاجة. بس بكرة الرجالة تيجي وعلم النتن ده الأدب في وسط الحارة، وعلمه ازاي يضرب المعلم سيد سنجة في وسط الحارة. أنا هعلمه، بس الشباب تيجي بس والرجالة تيجي إن شاء الله يا معلم. اجري يا ولاد بسرعة، خلينا نلحق المعلم سيد ونلحق نوصل بسرعة. حاضر يا معلم، ادينا دايسين بنزين، ادينا بنجري اهو. حاضر يا معلم، أنا هرص بنزين على الآخر. اجري يا سرور بسرعة يا سرور، خلينا نوصل بسرعة الحارة بسرعة ونعدي درس للناتن ده ملوش حل. يا ويلي الناتن مني يا ولاد، يا ويلو، ده أنا هطلع عين الناتن. وانا كمان والله يا معلم هطلع عين الناتن ده عشان بيتخانق مع المعلم سيد. جدع يا حبيبي جدع. أنا مش عاوزكم تسيبوا الناتن ولا جزرة ده ولا 50، طلعوا عينه. من عينيا الاتنين يا معلم، من عينيا الاتنين يا معلم. من عينيا الاتنين يا معلم، انا مش هخليه ناتن، انا هشطفه على ايدي. ايوه كده يا ولاد، عاوزكم تطلعوا عينه. احنا مش هنحلوه، احنا هننضف الحارة من الجزرة والناتن واللي فيها. لازم نروق الحارة دي ان شاء الله يا معلم. مدي يلا بقى بسرعة يا ولاد. ان شاء الله يا معلم. حموكشة وسرور على وصول دلوقتي؟ اكيد يا حاج، اكيد هم على وصول. هم كده كده الطريق ما بياخدش اكتر من يومين، وهيكونوا هنا في الحارة منورين الدنيا، ونخلي جزرة يتعلم الادب. يا رب يا حموكشة وسرور تيجوا انت والمعلم راو في اسرع وقت. يا رب يا معلم يا رب. اهم حاجة يا معلم اللي انتوا تخلوا بالكم من نفسكم وما تتهوروش، واحدة واحدة عشان مفيش حد فيكم يتعور، عشان دول بايعين نفسهم خالص يا معلم زي ما انت عارف. عارف يا حاجة، بس المعلم راوي برضه عنده خبرة عن الصياعة، واكيد عارف الصياعة دلوقتي يعرف يتعامل معاها ازاي. انا اكيد دي مش فايتة المعلم راوي، وانا ان شاء الله بخبرتي القديمة هنقدر نمسك الناتن وجزرة و50 ده بالذات، عشان شاف المعلم بتاعه بيتضرب في وسط القهوة ولا اتكلم ولا اتدخل. 50 ده بالذات لازم نتعلم الادب مني. ده عيل قليل الاصل ما كنتش بستريح له يا معلم، ويا ما قلت لك انت اللي كنت بتقول لي عيل غلبان. لا طلع ما فيش حد غلبان في الدنيا دي، الغلبان ملوش مكان في الدنيا دي. انا 50 بالذات ماشي يا 50،
ده انا هطلع عينك يا 50. انا قلت لك يا معلم الواد ده ما كنتش بيستريح. اقول لك الواد ده يا معلم الواد ده خبيث، الواد ده وحش يا معلم. ما كنتش بتصدقني، تقول لي ده عيل غلبان وبياكل عيش وبيخاف عليا وعلى القهوه. اديك شفت اخرتها. اول حاجه باعك انت اول واحد، مرضيش يقف في وشهم وقال لهم لا ده المعلم بتاعي. شفت يا معلم اللي كنت بكلمك فيه؟ شفت يا حاج؟ درس واتعلمت منه، واللي بيتعلم من الدرس خلاص. وبيقول لك في مثل بيقول لك ايه، اللي يترسع من الشوربه ينفخ في الزبادي. وانا توبه بعد هذا النوبه اامن لحد تاني. وعد مني وخلاكي فاكراه اللي انا عمري ما امن لحد تاني يا حاج. بقول لك ايه يا حموكش انت وسرور، اول ما نوصل الحاره عاوزكم تشوفوا لنا مكان نخبي فيه المكن ده، عشان المكن ده غالي عشان ما يتسرقش. ما تقلقش يا معلم، في بيت حموكشه في جراج بنحط فيه المكنه بتاعتنا، هنركن المكن هناك وليه قفل كمان، ليه باب قفل ونقفل عليهم. ما تقلقش من الموضوع ده يا معلم، ما تقلقش خالص يا معلم، ده ما شالهمش الارض اشيلهم انا فوق دماغي. حبيبي يا حموكشه، انت عيل بكاش قوي. حاجه تانية يا ولاد، احنا هنحط السلاح مع المكن ونروح نتعامل معاهم يد بيد الاول. لقيناهم بسلاح نجيب سلاحنا، ما لهمش بسلاح نتعامل معاهم بايدينا ونعلمهم الادب ونعلمهم ازاي يبهدلوكم في الحارة ويجوا على المعلم سيد. فاهمين يا ولاد؟ فاهمين يا معلم؟ فاهمين؟ طب ليه كده يا معلم؟ ما كنا نخلص عليهم ونخلص خالص، هما من بقية اهلنا عشان نخاف عليهم؟ لا يا حموكش احنا مش خايفين عليهم، بس الجدعانة برضو اللي انت ما تفتريش على حد وانت معاك سلاح. هو بايده تتعامل معاه بايده، وهو معاه سلاح تتعامل معاه بسلاح. دي اصول الرجولة والجدعانة يا حموكش. الله عليك يا معلم، بتمزجني بكلامك والله. واحنا فاضل لنا قد ايه كده يا ولاد عشان نوصل الحاره بتاعتكم؟ بالظبط يا معلم 3 ساعات نوصل بالسلامه ان شاء الله. الله يسلمك يا معلم. ومين يا بت اللي بيرن الجرس؟ حاضر يا ماما. مين يا بت؟ واحد بيقول اسمه الناتن يا ماما ومعاه 50. الناتن ومعاه 50؟ ودول جايين يعملوا ايه في بيتي دول؟ خليهم يخشوا يا ماما. دول عاوزين ايه دول يا معلم؟ انا ما اعرفش، انا زي خليهم يخشوا يا بت. حاضر يا بابا، اتفضلوا. متشكرين يا جميل. هو القمر بيطلع بالنهار ولا ايه؟ انا ايه اللي بيحصل لي؟ خليك معايا انا يا ناتي، خش يا بت خش جوه. حاضر يا بابا. ليه كده يا عمو؟ عامل ايه يا عمو؟ عمو مين يا ناتي؟ عمو انت يا ابو السيد، من النهارده انت عمو سيد. عاوز ايه يا ناتي؟ نخلص يا ناتي. مش اما تقول لي اتفضل الاول ونقعد ونتكلم؟ اصبر يا معلم اما نشوفهم عاوزين ايه قعدهم. اتفضل يا ناتي. انت رايح فين يا دي اللي اسمك 50؟ راح اقعد يا معلم. انت خليك واقف يا دي، انت ما تقعدش انت بتزاهق. حاضر يا معلم. ليه كده يا ابو السيد؟ ده الكلام لسه هيحلو. اخلص يا ناتي نقول عاوز ايه يا ناتي. بص يا ابو السيد، صلى على النبي. عليه افضل الصلاة والسلام. عليه افضل الصلاة والسلام. كل واحد مننا يا ابو السيد بيبقى ليه وقت كده ونفسه يكمل نص دينه، وبيبقى محتاج يتجوز. طب وانا مالي يعني؟ جاي لي ليه؟ المفروض اروح معاك عشان اجوزك يعني؟ ايه يا عمو، ده انا اللي اجيلك. اقول لك إيه يا ناتي، ما تقولش عمو دي تاني، انا اسمي المعلم سيد بعد اذنك يا ناتي، ما تنرفزنيش عليك. بص يا ابو السيد، انا بصراحة كده جاية اتقدم لايد بنتك السنيورة الجميلة اللي لسه فاتحالنا الباب. ايه بتقول ايه؟ انت بتقول ايه؟ وانت جاي تتقدم لبنتي؟ انت عبيط ولا بتستعبط يا ناتي؟ بقول لك يا ناتي، فكك من الجو ده وخد باقي الورد اللي في ايدك ده، وخد الواد ده كمان وامشي اطلع بره البيت. قال تتقدم لبنتي يعني؟ انت عبيط يا ناتن ولا ايه؟ عيب كده يا ابو السيد، ده انا في بيتك وجاي بتقدم لبنتك من الباب، ما دخلتش من الشباك. لا يا اخويا، ما كنتش هتعرف تخش من الشباك عشان انا قافل الشبابيك ليل ونهار، لازم تجيلي من الباب، والباب انا بقفله في وشك وبقول لك اهوت امشي اطلع بره يا ناتي، ما اخشش البيت ده تاني يا ناتي. وانا غلطان اللي دخلتك يا ناتن وقعدتك يا ناتي. انت اخرك كنت قابلك من على الباب واقول لك اطلع بره بيتي، امشي يلا يا ناتي. قال تتجوز بنتي ايه؟ انت عبيط يا ناتن ولا ايه؟ يا ابو السيد ما تعيدهاش تاني، هتندم عليها. هندم عليها يا ناتي. يلا يا ناتي اطلع بره بيتي وخد الواد اللي اسمه 50 ده معاك، مش عايز اشوف وشكم تاني. بص يا ابو السيد، هما كلمتين مالهمش تاني. هتجوز بنتك انا هتجوزها، ومش هتعرف تاخد قهوتك مني ولا تعرف تشد حيلك في الإحارة
قال لما تجوزني بنتك، اديني قلت لك عشان يا ما جوزتنيش بنتك كل ما اشوفك في الحاره هظروفك، هديك علقه موت، اديني قلت لك واقل من كرامتك، فلازم توافق على الجوازه. فاهم ولا مش فاهم؟ عشان تبقى متناسب المعلم الناتن، اديني قلت لك يا سيد. يلا 50. قال ايه يا اخويا ابو مناسب المعلم الناتن ديك في اسمك. يلا يا ناتن بره يا ناتن عشان الراحة نتنت البيت، وخد 50 معاك يا حبيبي. يلا وبكره هوريك يا ناتن، الايام خلاص يا ناتن، كلها ساعات يا ناتن، واوريك انا سيد هيبقى ايه يا ناتن. كان بنسمعه في الزبادي. سلام يا سيد. يلا ادي اللي اسمك 50 يا، وخد باكل الورد ده اديه لامك، حلال لامك احسن ما ياخده سيد. حاضر يا معلم. ايه البجاحة اللي في الجدع ده يا معلم؟ ده بجاحة عمري ما شفتها. سيبيه دوره جاي خلاص. يا رجالة كنت فين يا رجالة؟ اسكت يا جزر، سيبني في حالي عشان انا متضايق قوي. يا عم انا بسألكم انتوا كنتوا فين؟ اختفيتوا ليه كده مرة واحدة اكتر من 3-4 ساعات؟ مفيش يا معلم جزرة، المعلم النتن كان راح يخطب بنت المعلم سيد، والمعلم سيد رفض وطردنا بره البيت. لا جدع يا ابن الفلحة، وانت لازم تقوله على كل حاجة. ماشي يا 50، وحياة امك اوريك. هو لازم يرفض، هو مين هيوافق بيك يعني يا نتن؟ جزرة، اياك تقول الناتن دي تاني حاف. اسم المعلم الناتن يا جزر، اعرف حدودك معايا يا جزر. لو قلت لك انا متضايق يا جزر يا طلع غل فيك دلوقتي يا جزر. طب وما طلعتش غيرك ليه في المعلم سيد اللي رفضك بدل ما تطلعه فيا انا؟ معلم سيد يا جزر هيوافق، وخليك فاكر الموضوع ده، وهتجوز بنته وابقى عريس الحارة الايام الجاية. خليك فاكر الموضوع ده كويس. ما يقدرش ما يوافقش، هو بس اتعصب شوية، بس انا هخليه يوافق بطريقتي بقى يا جزرة. اما انت تفكر الناتن ايه؟ الناتن يا عاوز حاجة ما بيسيبهاش الا لما بياخدها يا جزر. بس اللي انا عاوز اقوله لك ان البت دي ناس كتير في الحارة بيقولك متعلقة بالواد اللي اسمه سرور وعاوزة تتجوزه، فانت موضوعك كده كده يا ناتن بايظ. سرور ايه يا جزرة؟ ده البت اول ما فتحت لي الباب ولقيتني في وشها وقعت داخل، قعدنا نفوق فيها يجي نص ساعة من جمال يا جزرة. ما انت تفكر ايه يا جزرة؟ ما حصلش يا معلم جزر. بيقولك ما حصلش اهو. 50 الصراحة مش مقطعة بعضها معاك يا 50. لم نفسك شوية يا 50، خلي ليلتك يباب. يعني قريب كده يا معلم هنفرح بيك ونجيب الولا احمد موزة السلطان في الفرح، ونعمل فرح ونعمل نمرة تمام في الحارة. قريب يا بذرة، قريب يا بذرة، انت الوحيد اللي بتحبني يا بذرة. لا يا معلم، وانا كمان يا معلم، ده انا اعمل لك ليلة ملهاش حل، انا كمان بحبك يا معلم. وانت كمان حبيب قلب اخوك. لكن جزر انا مش عارف مضايقه في ايه. يا عم ولا متضايق ولا حاجة، الف مبروك مقدما، انا ليا غرض كده كده انا عاوزه. انا لازمني حموكشة وسرور، مش لازمني حاجة تانية، واسيطر على الحارة. بس تتجوز بقى بنت المعلم سيد، تتجوز المعلم سيد نفسه، ما اعرفش بقى ماليش فيه. ايه يا اخويا تسيطر على الحارة؟ اما انا رحت فين؟ انا سيطر على الحارة وانت شغال تحتي. اوعى تنسى نفسك يا جزرة، خليك فاكر يا جزرة اللي انت هتبقى شغال تحتي يا جزرة. حاضر يا معلم الناتي، اللي انت تؤمر بيه يا ناتي. نورت الحارة يا رجالة، نورت الحارة يا معلم راوي، نورت الحارة يا معلم راوي. حارة منورة بناسها وأهاليها، الحارة شكلها حلو أوي يا ولاد، وناسها طيبين. إن شاء الله هنخلصهم من اللي اسمه جزرة والناتن ده. الحارة جميلة أوي وعجباني، صح يا رجالة؟ صح يا معلم، الحارة جميلة بسم الله ما شاء الله يعني، والناس شكلها هنا طيبين جدا. اه يا معلم الحارة شكلها جميلة اوي. المهم يا ولاد، المعلم سيد هنلاقيه فين دلوقتي؟ هنروح له القهوة ولا هنروح له البيت ولا هنروح له فين؟ لا احنا هنروح له البيت، عشان انا سمعت ان المعلم سيد اتضرب قدام القهوة ومشوه من القهوة وخدوا منه القهوة بلطجة، واحنا مش عاوزين ناخد خطوة الا لما نرجع له برضه يا معلم روح عشان نشوف هيعمل ايه، عشان انت عارف هو اللي عارف الدنيا وهو اللي هيحركنا. ده الصح يا سرور، لازم نقعد مع بعض الاول ونتفق، وبعد كده نشوف هنعمل ايه، ما ناخدش الموضوع بخشومية ونخش نتعامل على طول. اهم حاجة يا ولاد، شلتوا المكن في حتة امان والسلاح كمان.
ما تقلقش يا معلم راوي، كله في الامان 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 يعني. يا معلم راوي، انا البيت عندي امان الامان وقافل عليهم كمان، ومحدش يعرف يوصل للمخبأ اللي انا حاطط فيه السلاح يا والجن الازرق حتى. تمام يا ولاد، تمام يا ولاد، ان شاء الله خير يا ولاد، اللي جاي كله خير. المهم هنروح لبيت المعلم سيد ازاي؟ يلا بينا يا معلم، بيت المعلم سيد في الشارع اللي ورانا، فيلا بينا يا رجالة، يلا بينا يا رجالة. في مين يا بت اللي بيرن الجرس؟ حاضر يا ماما. ترى مين اللي جاي لنا الصبح بدري ده يا معلم؟ الله اعلم، زيك اهو، اما نشوف مين يا بت اللي على الباب؟ ده حموكش والسرور يا ماما، ومعاهم رجالة كتير. خلوهم يخشوا يا بت، ده المعلم راوي، خليهم يتفضلوا. يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا. السلام عليكم يا معلم سيد. وعليكم السلام يا معلم، الحمد لله على السلامة، الحمد لله على السلامة يا معلم راوي. الله يسلمك يا ابو السيد، وحشني والله. انت كمان يا معلم راوي، هات بوسه. الحمد لله على السلامة يا معلم راوي، نورت الدنيا. الحمد لله على السلامة يا رجال، الحمد لله على السلامة. حموكش انت وسرور، رجالتي اللي بعتمد عليهم. الله يسلمك يا معلم، الله يسلمك يا معلم، الله يسلمك يا معلم. الله يسلمك يا معلم. اقعدوا استريحوا يا رجال، اقعدوا استريحوا. اقعد يا معلم راوي، اقعد واستريح يا معلم راوي. قوم يا حاجة حضري الأكل يا حاجة للمعلم راوي ورجالته، وسرور وحموكش هتلاقيهم جايين من مشوار طويل وما كلوش حاجة. حاضر يا معلم سيد، الحمد لله على السلامة يا معلم راوي. الله يسلمك يا حاجة، الله يسلمك. اقعد يا معلم راوي، اقعدوا يا رجالة. معرفش يا معلم راوي أنا الفرحة مش سايعاني ازاي إني شفتك النهاردة، والله هطير من الفرحة. وأنا كمان يا أبو السيد. قول لي بقى ايه حكاية العيال دي اللي جاية عليك وبعد ما كبرت وبلطلت بلطاجة؟ عيال مين دي وانا اعلمهم لك الادب؟ بص يا اخويا، انا هحكي لك الحكاية وبعد كده نقوم ناكل ونشوف هنعمل ايه. احكي يا اخويا، انا في ظهرك انا ورجالتي، وان شاء الله هنعلمهم لك الادب، هنقطع لك نفسهم ان شاء الله يا اخويا، ان شاء الله. صلوا على النبي يا رجال، على افضل الصلاة والسلام، على افضل الصلاة والسلام، علي افضل الصلاة والسلام، على أفضل الصلاة والسلام. علي افضل الصلاة والسلام. كان في واحد اسمه جزرة، كان بلطجي في الحارة زمان. كان سرور وحموكشة لسه صغيرين، الكلام ده بكلمك فيه من يجي 15 سنة. المهم قعد يبلطج على الناس ويعمل مشاكل وياخد من ده فلوس ومن ده فلوس لغاية ما اتقبض عليه وارتحنا منه. قعدنا 10 سنين في الحارة، كافيين خيرنا شرنا، والناس في حالها وكل واحد في شغله والدنيا عادي. تغيب الأيام وترجع الأيام، نبص نلاقي جزرة ده جايلنا بعد 10 سنين. أول واحد جاله لي أنا، وجه قعد يتكلم ويتنطط ويزعق وانا وقال لي مني في وسط الحارة. المهم بعتلك حموكشة وسرور وجم ضربوا عليه نار والرب تفش وقلنا خلاص اختفى. بس انا اختفاء ده كنت عارف اللي هو بيجهز بلوى يا معلم. عارف ان اي بلطجي ما بيستسلمش بسهولة. المهم يا معلم لينا رجع لنا بشوية بلطجية معاه وواحد اسمه النتي، وكان معايا عيل اسمه 50 كان شغال معايا في القهوة، عارف أسراري وأسرار الحارة كلها. الواد مرة واحدة نط وبقى من رجالته وبقى بيديله الأسرار والدنيا والكلام ده كله. فأما سرور وحموكشة راحوا يجيبوك استولوا على القهوة بتاعتي، فأما نزلت أطلب بالقهوة قال لي مني وبهدلني في وسط الشارع. وانت عارف يا معلم راوي اللي انا بقالي فترة سايب الإجرام وربنا تاب عليا، وده يحصل وانا موجود؟ ده انا هقطع لك خبر، بالذات جزرة ده ولا الناتن ده و50 ده، انا اعلمه الادب عشان بعد كده يحترم معلمه. ادي الحكاية كلها يا معلم، وربنا يعلم دلوقتي هم بيعملوا ايه، ولا بيبلطجوا على الناس، ولا بيعملوا ايه في الناس تحت في الحارة دلوقتي. اقف يد عندك يا، بقول لك يا 50، هاتلي الشنطة اللي في ايد البت دي. انت مين يا عم انت؟ وبعدين هتاخد الشنطة اللي في ايد صاحبتي ليه؟ ايه ده يا، هي دي صاحبتك كمان؟ يا نهار اسود، حتى العيال الصغيرة بقى بيصاحبوا وانا مش عارفة ارتبط. اخرس ياد وما تتكلمش خالص. اخرس ليه يا عم؟ وانت هتقتلني يعني؟ انت مين انت؟ انا مين؟ انت قد الكلمة دي يا؟ انا المعلم الناتن يا. هو في ايه بالظبط؟ اسكت انت، طول ما الرجالة بتتكلم مع بعض الستات تسكت. انا مش فاهمة حاجة. انا مش قلتلك اسكتي؟ فاهمة ولا مش فاهمة؟ يديك على وشك. لا بقى، ده انت زودتها قوي. هو في ايه بالظبط؟ هصوت والله. زودت ايه يا؟ وبعدين انت عايزة تصوتي؟ صوتي يا اختي.
بص يا، انا هاخد الشنطة وهبص الاقيك في 5 دقايق اختفيت، مش في 5 دقايق كمان، في نص دقيقة. فاهم ولا مش فاهم؟ أنا مش هديك الشنطة، انت تاخدها ليه؟ 50، خد من ايدي البيت الشنطة. حاضر يا معلم، انا قلت لك مش هنديك الشنطة. ده انت زودتها قوي وعاوز واحدة في وشك عشان تتعلم الادب. خد. هناخد الشنطة ولا مش هناخدها؟ سيب لهم الشنطة، سيب لهم الشنطة بسرعة. لا تغور انت وهي قاعد من وشي ويا شفتكم تاني هنا المرة الجاية اخد هدومكم. فاهم ولا مش فاهم؟ فاهم يا عمو، فاهم. يلا 50، افتح لنا الشنطة دي شوف فيها ايه. هو في ايه يا نتن؟ واحنا هنفتش كمان العيال الصغيرة؟ اسكت والنبي يا جزرة ونقطنا بستاتك. خلينا نجيب اي مصلحة الصبح كده، الواحد لسه ما فطرش، نجيب فطارنا حتى يا جدع. حاضر يا معلم، افتح هنا ولا في الخن بتاعنا؟ اقول لك يلا نفتحها انا وانت على جنب عشان ما يتحسدش الفلوس، عشان الجزر عينه وحشة، ده اللي اكتشفته. ماشي يا 50، وحياة امك اوريك يا 50 انت والنتي. بص يا ولاد، انا والمعلم سيد اللي هنروح الاول ونهب عليهم، وانتوا اول ما تسمعوا صوت الزعيق هيعلى تهبوا على طول على الرجاله، كل واحد يمسك له واحد يروقه. فاهمين يا ولاد؟ فاهمين يا معلم. مش عاوزين خساره تحصل مننا، عاوزين الخسائر كلها تكون منهم، كل واحد يحافظ على نفسه يا ولاد. انا عاوز النتن، سيبوا لي انا النتن وملكوش دعوه. المهم يا معلم راوي، المهم نخلص منهم، وانا حسابي معاهم برضو يا معلم راوي. انا مش هسيب بهدلتي اللي النتن عملها لي في وسط القهوه. فهمان يا معلم راوي؟ مش هسيب بهدلتي. ويا معلم سيد للدرجه دي بهدلك قوي في الحاره النتن ده؟ بهدلني دي كلمه قليله يا حموكش، ده بهدلني وبهدلني وقال لي من كرامتي في الحاره. طب وبتزعل يا معلم؟ انا خفت. الغل اللي جوايا يا حموكش، الغل اللي جوايا خليني اكسر الحيطان. يا معلم خليتني خفت تاني. خلاص يا معلم، عرفت والله، عرفت والله اللي هو قال لي منك. تخافش يا معلم سيد، حقك راجع راجع، المعلم روح حضر في الحارة. تقلقش يا معلم سيد، حقك راجع راجع. عارف يا رجال، عارف اللي انتوا هتجيبوا لي حقي، وانا املي فيكم كبير، وان شاء الله هيقل من الناتن والجزرة ده و50. ان شاء الله يا معلم هنطلع لك عينهم، بس فين الاكل بقى عشان انا هموت من الجوع. دي بس ايه اللي انت بتقوله ده انت عيل فدحي فعلا. يا جدع جعان، اعمل ايه طيب؟ قادر يا حموكش، سيبه يا سرور، ما انا عارف ان انتوا جايين من سفر. ما يلا يا حاجه، الرجاله جعانه يا حاجه، الرجاله جايه من سفر. بقول لك يا معلم يا ناتن، يعني احنا كده كبرنا دماغنا من الموضوع اللي انا جايبك عشانه الحاره بتاع سرور وحموكشه. يعني انت كبرت دماغك كده خلاص؟ انا ما كبرتش دماغي ولا حاجة يا جزرة، بس كل حاجة بتيجي في وقتها. سيبنا ادبر واخطط وهوريك الشغل الحلو في الاخر. والله انا بقالنا كده اكتر من اسبوع لا شفت شغل حلو ولا شفت اي حاجه، وقاعدين نفتش في العيال الصغيره اللي رايحه واللي جايه. هنعمل ايه يا جزرة؟ اجيب مصاريفي منين؟ احسن مرميها على 50 زي ما انت كنت عامل، ويقعد هو يجيب لي الاكل والشرب، فبمشي اموري والله. انت قلت له يلا 50 يا اللي انا كنت باخد منك فلوس؟ ايوه يا معلم قلت له، مش ده المعلم بتاعي دلوقتي؟ قلت له انت كنت بتاخد مني فلوس وكنت بجيب لك اكل كمان وكله من جيبي، وكنت بشتغل واجي اديك فلوس كمان. فلح يا ابن الفلحه. شفت انا مش زيك ازاي بجيب مصاريفي من بره يا عم؟ اما انت تفكر ايه يا عم جزرة؟ هرميها على عيل صغير؟ لا ناصع يا معلم ناتن. قال الناتن طلع مش حلوة منك ليه يا جزرة؟ على العموم يا جزرة انا اروح القهوة عشان سايب العيال فيها من الصبح، اشوف عملوا قراك كام. القهوة بتاعتي مش تبارك لي يا جزرة؟ خلاص انا هاخدها من السيد عافية وذوق، وهتجوز بنته كمان. هتيجي معايا ولا حصلك انا و50 دراع اليمين؟ طبعا هاجي معاك، اما هسيبك لوحدك. ما تيجي معايا وانت ساكت يا جزرة عشان صوتك بينرفزني يا جزرة. ماشي يا معلم يا ناتن. يلا يا 50، يلا عشان نروح نشوف شغلنا يا حبيبي. ايه يا ولاد، الشغل عامل ايه يا ولاد؟ شغل 100 100 يا معلم، وجمعنا 500 جنيه. اللهم صل على النبي عليكم يا رجالة، هو ده الكلام. هاتولي بقى قهوة هنا وشيشة. يلا 50 اخش شوف شغلك معاهم، وانا هقعد هنا اريح جتتي. تيجي تقعد جنبي يا جزرة؟ مش جنبك ليه يا معلم يا ناتن؟ اقعد جنبك طبعا. يلا يا 50 اقعد كده مع الرجالة وشوف لي الحسابات والدنيا. حاضر يا معلم.
بقول لك يا ناتن، انا مش مستريح النهارده، حاسس بحركات غريبه في الحاره. قريب الله الشيطان يا جزر، هيكون في ايه يعني؟ اقعد واسكت وانت ساكت. يا عم براحتك، اديني قلت لك. بص يا رجاله، صلوا على النبي. عليه الصلاة السلام. تحت الصفر بتاعتنا، اما تسمعوا صوتنا عالي انا والمعلم سيد، اول ما تسمعوا صوتنا عالي تهجموا على طول. تمام يا رجاله؟ تمام يا يا معلم. معلم. توكلنا على الله. يلا يا معلم سيد، يلا يا معلم راوي. الحق يا معلم ناتن، سيد جاي من بعيد وجاي معاه راجل غريب. اهلا وسهلا بيهم يا اخويا. يلا خلينا نروق زي ما روقت سيد قبل كده. اهلا يا سيد. مين ده يا سيد اللي انت جايبه معاك؟ اخوك الكبير؟ قبل الطلعة دي بعد اذنك يا معلم يا سيد. لا مش اخوك كبير يا حليتها، انا المعلم راوي كبير مطاريد الجبل. سمعت عننا قبل كده يا حليتها؟ لا لا لا، ده انت شكلك جايب تعوير وش، وتعويرة الوش ما فيهاش معلش. فوق لنفسك كده واعرف انت بتكلم مين. انت بتكلم الناتن يا. انا عارف انا بكلم مين كويس. وايه النتن يعني؟ بتنتن الدنيا يعني؟ انت مين يعني؟ في يا راجل انت، ما تلم نفسك يا روقك. روق مين يا دي انت؟ يا دي حليتها يا، ما اسمعش صوتك انت كمان. سيب لي الطلعة دي يا جزر، ما تتكلمش انت. عاوز ايه يا راجل انت؟ انا لسه هتكلم معاك، انا عاوز اعمل فيك كده. الحقني يا جزرة يا جزرة. يعني يا راجل يا مفتري. انت لسه شفت فتيرة؟ جرى يا سيد، انت جايب لنا ناس تضربنا؟ طب خد يا سيد عنك الطلعة دي يا جزرة. يعني 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 الحقوا يا رجالة، المعلم جزرة والمعلم الناتن بيتضربوا. ودي وادعي لي بقى يا جزرة. طب تندى على مين يا خمسينة؟ خد يا خمسين. يعني ياما، يعني ياما. الحيالة ده الناتن والجزرة اتضربوا 50. اجري ياد واهرب بجلدك. يلا يا زميلي. بإذنك يا معلم مراوي، سيب لي بقى الناتن شوية. ماما معلم سيد اتفضل. يلا بينا يا رجالة، الصوت عالي اهو. يلا بينا يا رجالة. انما معلم سيد خلاص، ابوس ايدك ابوس ايدك. محدش يتدخل يا رجال، عشان الضرب في الميت حرام، وهم خدوا اللي ما فيه الكفاية. محدش يتدخل يا رجالة، خلاص خدوا ما فيه الكفاية. هم كده اتعلموا الأدب. فين الرجالة اللي معاهم يا معلم؟ خافوا وجروا زي النسوان. يا معلم أنا عاوز آخد حقي. خلاص يا سرور، أنا خدت حقكم يا سرور، وخدت حق الحارة كلها وحقي. واديك شايف الناتن تحت رجلي، وطالما أنا خدت حقكم يبقى تحترموني، ومحدش يمد ايده على حد فيهم. هم اتعلموا الأدب، والضرب في الميت حرام. اللي انت شايفه يا معلم، اللي انت شايفه يا معلم. اسمع يا ناتن، تقوم دلوقتي تاخد جزرة وتاخد 50، وما تخشوش الحارة دي، عشان لو دخلتوها تاني المرة الجاية هيبقى فيها قطع رقاب. المرة دي درس، فاهمين ولا مش فاهمين؟ فاهم يا معلم، والله ما تشوف وشي تاني، انا هرجع بلدنا. حاضر يا معلم، انا هروح اشوف لي داهية بعيد عن الحارة دي، والله ما اجي هنا تاني. حاضر يا معلم سعيد، حاضر. يلا قوموا غرف داهية، خلي الحارة تنضف من اشكالكم. يلا دي توا غرف داهية. حاضر يا معلم. الحمد لله على السلامة يا ولاد، على حارتكم نتفت وبقت زي الفل من الاشكال دي. البركة فيك يا معلم راوي، البركة فيك يا معلم، البركة فيك يا معلم راوي. في موضوع قدام الناس كلها يا معلم سيد بفتحك فيه. موضوع يا معلم راوي، انت عارف ان انا رقبت ليك. سرور عاوز يتقدم لبنتك، وقدام الحارة كلها انا اخوك كبير وبطلبها منك، موافق ولا مش موافق؟ موافق طبعا يا معلم راوي، وانا اقدر ارفض لك طلب؟ وبعدين حموكش ده ابني حبيبي، وهمسكوا القهوة هو وسرور، عشان دول ولادي ما سابونيش في المحنة، وقفوا للجزرة ده واللي معاه، فقلب الناس كلها خافت تقف لهم، ودول رجاله انا اللي اعتمد عليهم. انا موافق طبعا يا سرور، بجد والله يا معلم، بجد طبعا موافق طبعا، والشبكة من عندي هدية، ومن بكرة انت وحماكش تنزلوا تمسكوا القهوة، انتوا رجالتي وولادي. مبروك يا سرور. مبروك يا سرور. مبروك يا سرور. الله يبارك فيكم يا رجالة. مبروك يا زميلكس، مسكنا القهوة بقينا معلمين.